شباب تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. بعد ما خلصنا الحمد لله الترم الاول وادائكم اللي كان زي العسل في الترم الاول. عملنا مراجعات قوية جدا، لمينا الدنيا كلها في المراجعات بتاعتنا. الحمد لله الحمد لله، انا مبسوط جدا بدرجاتكم وادائكم اللي كان حلو قوي في اخر السنة. ان شاء الله الترم التاني هنبدا جد من اولها. نحاول ان احنا ما نراكمش علينا على قد ما نقدر. وخلي بالك بقى، خليني اديك شويه نصايح كده قبل ما نبدا على طول. الترم التاني المنهج كبير شويه بس سهل قوي. سهل قوي، مفيهوش حاجه صعبه. بس الترم الاولاني كان المنهج قصير والوقت كان معانا كبير. الترم التاني انت معاك عشان رمضان واعياد وحاجات كتيره جدا، فانت بالنسبه لك انت الظروف كلها ضدك انك انت تذاكر، بس هتذاكر غصب عنك. بص بقى، صلي على النبي. ايا كان درجتك كانت عامله ازاي في الترم الاول، درجتك حلوه ان شاء الله نحافظ على مستوانا. ونبدا في الترم الثاني مذاكره جد عشان خاطر مستوانا ما يقلش تماما. ان شاء الله باذن الله في ناس جابت 140 من 140، عايزين الترم الثاني نجيب 140 زيهم عشان خاطر نرتب على المحافظه. طيب الناس اللي جابت درجه قليله، درجه وحشه، درجه، انت معاك فرصه تاني تحاول على قد ما تقدر تحسن مستواك عشان تجيب درجه حلوه الترم الثاني. اوعى تيأس، اوعى تزعل، اوعى تتضايق، اتأسس صح عشان خاطر ثانوية اللي جايه لك السنين الجايه. بص بقى، صلي بينا على النبي. عندنا هنبدأ النهارده اول سيشن، اول درس في الالجبرا. اول درس فين؟ في الالجبرا. الالجبرا بتاعت الترم الثاني سهله وبسيطه، بس هي محتاجه شويه تركيز وشويه حل كتير وتدريب. محتاج تتدرب على حاجه مره واثنين وثلاثه، هتلاقي نفسك ايدك مشيت عليها بسرعه. طيب بالنسبه للجيومتري بتاع الترم الثاني، الجيومتري الترم الثاني بعض الناس بتقول عليها صعبه ورخمه وطويله، بس والله العظيم ما صعب. ممتعه وحلوه وبسيطه، ولو فهمتها صح هتحل اي مساله هتجيلك ان شاء الله في الامتحان. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنشرح الدرس الاول في الالجبرا، اول سيشن عندنا. هنشرحه شرح تفصيلي جدا، هحل عليه كذا مساله وانت هتحل بايدك. هتوقف الفيديو طبعا وهتحل بايدك الاول، وبعد كده هتشغل الفيديو تاني وتحله ورايا. يلا بينا نبدا سريعا 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 عشان ما اطولش عليك. اول حاجه في الدرس الاول بيتكلم عن ايه؟ اول درس في الالجبرا بيتكلم عن حاجه اسمها ايه بقى؟ solving the two equations. عندي كم equations؟ عندي two equations of the first degree. of the first degree. فاكرين في الترم الاول يعني ايه first degree والsecond degree والthird degree والكلام ده كله؟ عامه بشكل عام يعني ايه degree؟ كنا بنخش نبص على الاكس نشوف اعلى باور، كنا بنحدد الديجري بناء على اعلى باور. هنا عندنا في الدرس ده بتاع النهارده اعلى باور عندنا هو الفيرست ديجري. يعني اكس عليها باور 1، واي عليها باور 1. كده انا عندي كام ايكويشن؟ عندي 2 ايكويشن with the first degree. يعني انا معايا 2 ايكويشن، الاكس عليها باور 1 والواي عليها باور 1، صح كده؟ in the two variable. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا هنحل معادلتين فيها 2 variables، يعني فيها x وفيها ايه؟ وفيها y. يعني عندي كم معادلة؟ عندي 2 equations with كم unknown او كم variable؟ 2 variable. يعني عندي معادلتين بمجهولين. اتفقنا؟ هنحلها مرة بطريقة الجرافيكالي ومرة بطريقة ايه؟ الالجبريكالي. دي ليها طريقة معينة ودي ليها طريقة معينة، وهشرح لك كل الكلام ده بالتفصيل، فمش عايزك تستعجل، واحدة واحدة معايا. قبل ما ابدأ سريعا عايز افكرك ببعض الحاجات المهمة اللي لازم تكون انت عارفها قبل ما ابدأ. دلوقتي لو قلت لك كلمة solve وكتبت لك equation عادية جدا x plus 1 equal to، x plus 1 equal ايه؟ equal to. عايز اقول لك من الاخر كده، لما يجي يقول لك solve يعني هو عايز يجيب الاكس او يجيب اي unknown عندك او اي variable عندك في الايكويشن. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ تعال، انا دلوقتي عايز اجيب قيمه الاكس، هودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. اشارتها كانت بوزيتيف، والرقم لما بيعدي الايكوال اشارته بتتغير. طب هي كانت بوزيتيف، لما عدت الايكوال بقت نيجاتيف، يبقى اكس ايكوال 2 minus 1. ال2 قاعده مكانها زي ما هي، وديت البوزيتيف 1 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فمن الاخر كده الاكس ايكوال 2 ماينس 1. نجيب قيمه الاكس، يبقى اكس ايكوال 2 ماينس 1 اللي هي 1. اسكت؟ لا، لسه. اعمل ايه؟ سوليوشن سيت ايكوال، وافتح سيت كده 1. شكرا. يعني ايه سوليوشن سيت؟ سوليوشن سيت يعني من الاخر عايز يفهمك ان الرقم اللي هو طلع لك ده
هو الرقم الوحيد، ها ركز معايا، هو الرقم الوحيد اللي ينفع في الايكويشن بتاعتك. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ واحده واحده تعالى بص بقى. السوليوشن ست بتاعتي كام؟ 1. شايف ال1 دي هي الرقم الوحيد اللي تنفع في الايكويشن دي. يعني ايه ايكويشن اصلا يا مستر؟ تعالى انزل بالمستوى كمان، انزل بمستوى اكتر من كده. ايكويشن يعني حاجه ايكوال، جايه من كلمه ايكوال، يعني حاجه ايكوال حاجه، في ايكوال في الموضوع. عندي حاجه ايكوال حاجه. السوليوشن ست اللي انا طلعتها اللي هي 1 هي الوحيده اللي تنفع في الايكويشن دي. يعني هي الوحيده اللي ينفع نشيل الاكس نحط مكانها 1. ال1 ده هو الرقم الوحيد اللي ينفع نحطه مكان الاكس. يبقى ال1 ده هو الرقم الوحيد اللي ينفع ايه نحطه مكان الاكس. هيبقى 1 بلس 1 اللي هي كام؟ اللي هي 2. جبت لك المساله من ورا، انا مش عارف هو ملوش لازمه الكلام اللي انا بعمله ده، بس انا عايزك تبقى انت فاهم كويس جدا انا بعمل ايه، وفاهم المسميات بتاعتك عشان لما تطلع ثانوي تبقى نضيف. نضيف يعني ايه سوليوشن سيت، يعني ايه سولف، يعني ايه الكلام ده كله. لازم تبقى انت فاهم ومدرك كويس جدا بكل المسميات اللي انت سمعتها في ثالثه اعدادي. يلا نخش على حاجه كمان. انا هنا عندي كام معادله؟ عندي ايكويشن واحده فيها كام انون. كام انون يعني كام فاريبل، كام متغير. عندي معادله واحده with one unknown. كام معادله وكام انون؟ 1 equation ب 1 unknown. 1 equation بايه؟ ب 1 unknown. بص بقى، x plus y equal 1، x minus y equal 2. ايا كان كتبت هبت اي ارقام كده. انا عندي كام ايكويشن؟ كام ايكويشن هنا؟ عندي 2 ايكويشن. كام معادله؟ عندي معادلتين. طيب انا هنا عندي 2 ايكويشن. التو ايكويشن دول فيهم كام انون؟ اوعى حد يقول لي 4 بالله عليك، والله يبارك لكم. حد يجي يهبل، حد هبل يجي يقول لي عندك اكس يا مستر وعندك واي وعندك اكس وعندك واي 4. بقى 4؟ لا يا باشا مش 4، ما اكس واكس هي اكس واحده. انت هتجيب الاكس مرتين؟ يعني لو الاكس طلعت ب 1 هتقول اكس ايكوال 1 واكس ايكوال 1؟ يا سلام، طب ما تقول اكس ايكوال 1 من الاول وخلاص. انت هتعيدها تاني؟ طيب عند الواي هتقول لي واي ايكوال 2 واي ايكوال 2. لو ان طب ما تقول واي ايكوال كذا وخلاص. انت هتعيدها تاني؟ عامه طول ما انا عندي 2 ايكويشن with 2 unknown. مين ال 2 unknown؟ اللي هي الاكس والواي. لازم 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 يا صاحبي حطها قاعده وحلقه في ودنك، ان طالما عدد المعادلات قد عدد المجاهيل ايا كان الايكويشن ايه هتتحل. هتتحل لو عدد المعادلات قد عدد المجاهيل هتتحل، ما فيهاش كلام. طيب لو عدد المعادلات مش قد عدد المجاهيل، ركز، مش قد عدد المجاهيل، والله العظيم ما هتتحل ابدا. لو عدد المعادلات قد عدد المجاهيل هتتحل. هتتحل لو هما الاتنين مش قد بعض، والله اقسم بالله ما هتتحل ابدا. ركز بقى معايا. بص بقى، هنا انا عندي كام ايكويشن؟ عندي 2 ايكويشن فيها كام انون؟ اكس وواي 2 انون. 2 ايكويشن و 2 انون يبقى هتتحل. هتتحل. طب هنا انا عندي كام ايكويشن؟ 1 ايكويشن فيها كام انون؟ 1 انون. الايكويشن قد الانون، 1 ايكويشن ب 1 انون، هتتحل. هتتحل. طيب هنا ركز بقى معايا، لو قلت لك اكس بلس واي ايكوال 5، كده انا عندي كام ايكويشن؟ عندي ايكويشن واحده. ايكويشن واحده فيها كام انون؟ فيها 2 انون اللي هي الاكس وهي الواي. يعني انا عندي عدد الايكويشن 1 وعدد الانون 2 انون. 1 ايكويشن with 2 انون، يعني عدد المعادلات مش قد عدد المجاهيل. يبقى والله العظيم ما هتتحل ابدا. يبقى دي مش هتتحل. مش هتتحل ابدا. صعبه؟ في مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده؟ طيب يلا بينا نخش على حاجة جديدة كده سريعا. solving two equations of the first degree with two unknown أو two variables. عندي طريقتين. عندي طريقتين للحل. عندي كم طريقة؟ طريقتين للحل جامدين قوي. ركز معايا واكتب ورايا الكلام ده، وركز معايا في كلمة كلمة أنا بقولها. أنا بشرح لك بالتفصيل، لو سمحت ركز معايا. عندي solving two equation of the first degree
with two variables. يعني ايه فيرست ديجري؟ فيرست ديجري يعني من الاخر كده انا عندي تو ايكويشن اهم. الديجري الباور اللي موجود على الاكس او اللي موجود على الواي باور كام؟ باور 1. انا بتكلم على الفيرست ديجري. الباور اللي موجود على الاكس كام؟ 1. والموجود على الواي 1. يبقى انا في الدرس بتاعي حاليا بتكلم على اي ايكويشن عليها باور سواء كان اكس او واي، عليها باور كام؟ عليها باور 1. نخش على اللي بعده. في طريقتين للحل، طريقه جرافيكالي وطريقه الجبريكالي. طريقه ايه؟ جرافيكالي. والطريقه الثانيه ايه يا اخواتي؟ الجبريكالي. الطريقه الجرافيكالي سهله قوي، وخلي بالك لما كنا في الترم الاول بناخد equation of the first degree، احنا طبعا في الترم الاول كان عندنا 3 رسومات ما لهمش رابع، وانا نبهت عليك قلت لك عندك 3 رسومات في الالجبرا ما لهمش رابع. ايه هم؟ كانت رسمه الكونستانت اللي هي ستريت لاين بارل تو اكس اكسس. الرسمه الثانيه كانت رسمه اللينير، يعني ستريت لاين، انا اسف في الكلمه، مايل شويه. طيب الرسمه الثالثه كانت رسمه الكوادراتيك، حرف اليو او حرف الان. طب رسمه الكوادراتيك كانت اكس عليها باور كام؟ باور 2. رسمه اللينير اللي هي الستريت لاين مايل شويه، الكلام ده في الترم الاول لازم تبقى انت تكون عارفه دلوقتي. رسمه اللينير هي رسمه الاكس بيبقى عليها باور 1. احنا قلنا رسمه اللينير هي بتاعت الفيرست ديجري والكوادراتيك بتاعت السكند ديجري. طيب والكونستانت؟ كونستانت عادي رقم. بص بقى ركز معايا، انا دلوقتي بتكلم على الفيرست ديجري، يعني كل الرسومات اللي عندي رسومات ايه؟ لينير. كل رسومات لينير. ركز معايا، لينير اللي هو ستريت لاين مايل شويه. يبقى انا هتكلم النهارده كجرافيكالي على الرسومات ايه؟ الرسومات اللي هي ستريت لاين مايله شويه، اللي هي الستريت لاين اللينير، رسمه اللينير. ركز بقى معايا جرافيكالي. انا عندي 3 رسومات ما لهمش رابع، 3 انواع من الرسومات ما لهمش رابع. انا دلوقتي بتكلم على كام ايكويشن؟ 2 ايكويشن. طب الترم الاول كان عندي كام ايكويشن؟ هي ايكويشن واحده، برسم رسمه واحده ستريت لاين واحد. انا هنا بتكلم على 2 ايكويشن، يعني عندي كام رسمه؟ عندي رسمتين. عندي كام ستريت لاين؟ 2 ستريت لاينز. عندي كام ستريت لاين؟ 2 ستريت لاينز. 2 ستريت لاينز لينير، ليهم 3 اشكال. لو ال2 ستريت لاين دول اترسموا، يا اما هيعملوا انترسكت مع بعض، يا اما ايه؟ هيعملوا انترسكت مع بعض، هيقطعوا بعض في نقطة واحدة. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ فهمني اكتر يا مستر والنبي، عشان انا بدأت اتوه منك. اهي اول رسم، اول ستريت لاين والستريت لاين التاني. ركز بقى معايا، صلى على النبي. شايف النقطة دي؟ النقطة دي هي السوليوشن سيت بتاعتك. هي النقطة دي السوليوشن سيت بتاعتك. يعني انا وانا برسم الرسمة هرسم 2 ستريت لاين، هشوفوا لو هم قطعوا مع بعض في نقطة واحدة يبقى دي انترسكت. يبقى دي ايه؟ انترسكت. طيب يا مستر انا رسمت الرسمه وقطعوا بعض مع نقطه واحده، عايز اجيب السوليوشن سيت. هتقف عند النقطه اللي قطعوا فيها بعض. فين النقطه اللي قطعوا فيها بعض؟ اللي هي النقطه دي، اللي هي البوينت دي. اشوف الاكس بتاعتها بكام والواي بتاعتها بكام. اشوف ايه؟ الاكس بتاعتها بكام والواي بتاعتها بكام. ساعتها بقى اللي انا هطلعه ده اللي هي الاكس بتاعتها بكام والواي بتاعتها بكام، هو ده السوليوشن سيت بتاعك. تعالى كده ركز معايا. انا كده كده هنزل ناحيه الاكس هشوف، وناحيه الواي وهشوف سوليوشن سيت، وهفتح سيت اكس واي، اشوف قطعوا بعض عند انهي نقطه في الاكس وعند انهي نقطه في الواي. الرسمه الثانيه، عندي النوع الثاني من الرسومات، النوع اللي هو الباراليل. النوع اللي هو ايه؟ باراليل. عندي 2 ستريت لاين باراليل لبعض. عندي كام ستريت لاين باراليل لبعض؟ 2 ستريت لاين باراليل لبعض. طيب سؤال بقى، السوليوشن سيت انا لسه قايل لك من شويه ما كملتش دقيقه، قلت لك السوليوشن سيت هي النقطه اللي 2 ستريت لاين قطعوا فيها بعض. يعني انا عندي كام ستريت لاين؟ عندي 2 ستريت لاين، 2 ستريت لاينز، الاثنين قطعوا بعض في نقطه، يبقى هو ده السوليوشن سيت بتاعي. النقطه اللي قطعوا فيها بعض هو ده السوليوشن سيت بتاعتي. طيب سؤال بالعقل، في هنا سوليوشن سيت، هل الخطين دول قطعوا بعض في اي نقطه؟ ما قطعوش بعض في ولا نقطه. دول خطين بارل لبعض، خطان، مش عارف بيقولوها ازاي بيقولوها خطين او خطان، ما اعرفش بيتقال ازاي. خطان متوازيان لا يلتقيان، اللي هو البارل، يعني اللي هم. ركز معايا، بارل. هل الاتنين دول قطعوا بعض في اي نقطه؟ ما قطعوش بعض خالص في ولا نقطه. يبقى بالتالي دول اسمها
باراليل. طب في سوليوشن سيت؟ ما فيش سوليوشن سيت يا مستر. طب ايه يا مستر ما فيش سوليوشن سيت؟ انت بتكتب سوليوشن سيت ليه؟ ما واحد ثانيه واحده، سوليوشن سيت عندك فاي. فاي ليه فاي يا مستر؟ عشان خاطر هم ما قطعوش بعض اصلا في ولا نقطه. يبقى لما يجي يجيب لك مساله باراليل ويقول لك فايند ذا سوليوشن سيت، هتقول له السوليوشن سيت بتاعتك ايه؟ فاي. طيب انا عندي كام سوليوشن؟ ولا خلينا في نمبر اوف سوليوشن، خليها بعدين. خليني اكلمك على النوع الثالث الاول، بعد كده هنتكلم على النمبر اوف سوليوشن. بص بقى، النوع الثالث والاخير اسمه كو انسيدنت. ايه بقى الكو انسيدنت دي؟ بص بقى، عندي ستريت لاين، ستريت لاين اهو، وفي ستريت لاين موجود على نفس الستريت لاين اللي انا رسمته، انا اسف في الكلمه، ستريت لاين تاني نايم عليه. يعني انا عندي تو ستريت لاين الاثنين ماشيين في اتجاه واحد على نفس النقط بالظبط، على نفس الدايركشن، على نفس كل حاجه. تو ستريت لاين هما الاثنين مع بعض في اي حاجه. هما الاثنين مع بعض في ايه؟ في اي حاجه. تو ستريت لاين لازقين في بعض، ماشيين مع بعض في اتجاه واحد، نفس النقط نفس النقط. يعني البوينت دي عملوا انترسكت مع بعض عند البوينت دي، والبوينت 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 دي، قطعوا بعض في نقط كتيره جدا 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 جدا. قطعوا بعض في كام نقطه؟ نقط كتير جدا. فبالتالي السوليوشن سيت بتاعتي انفينيت نمبر اوف سوليوشن، عندي سوليوشن سيت كتير جدا 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 يا مستر. يبقى النمبر اوف سوليوشن، خليني بقى ارجع لك لنقطه مهمه. هيسالك في الامتحان مثلا find the number of solution، او عايز النمبر اوف سوليوشن بتاعت كل واحده من دول. خلي بالك هم الثلاث رسومات دول بس، ما فيش حاجه تاني خلاص. هي الثلاث انواع دول، يا اما intersect، يا اما parallel، يا اما coincident. intersect انا مش عارف كاتبها كده ليه، مش عارف مش عارف والله. تعالى نمسح، مش حاسس ان انا ايه كاتبها وحش قوي. ماشي. intersect يا اما انترسكت، يا اما بارل، يا اما كو انسيدنت. طيب لو جيت سالتك على النمبر اوف سوليوشن، يعني ايه النمبر اوف سوليوشن يا مستر؟ تعال هقول لك. لو قال لك فايند ذا نمبر اوف سوليوشن عند الانترسكت، انا هنا عندي كام سوليوشن؟ هو سوليوشن واحد بس، قطعوا بعض في كام نقطه؟ نقطه واحده بس. يبقى بالتالي انا عندي 1 سوليوشن. عندي كام سوليوشن؟ 1 سوليوشن. يبقى في الانترسكت انا كده عندي كام سوليوشن؟ 1 سوليوشن. لازم تبقى انت عارف الكلام ده. في كتاب الوزاره وكتاب المعاصر بيبقى ليها اسم تاني، ليها اسم يونيك سوليوشن، جايه من كلمه يونت، جايه من كلمه يونت برضه، عشان لما تشوفها في الامتحان تبقى عارف دي معناها ايه. يونيك سوليوشن معناها ان هو وان سوليوشن، جايه من كلمه وحده، حل احادي، حل وحيد، مفيش غير حل واحد بس. يبقى بالتالي وان سوليوشن هي يونيك سوليوشن، بس لازم تبقى انت فاهم المسميات كلها، عشان لو جات لك في امتحان حاجه زي كده تبقى انت عارف المسميات كلها عامله ازاي. تاني حاجه الباراليل، انا هنا عندي كام نمبر اوف سوليوشن؟ بالعقل بقى، بالعقل. كام سوليوشن هنا؟ عمرهم ما قطعوا بعض يا مستر عشان يبقى في سوليوشن. جدع، ما فيش اصلا سوليوشن، ما قطعوش بعض. يبقى there is no the number of solution، there is no number of solution اصلا يا مستر، لان التو ستريت لاين دول بعاد عن بعض، عمرهم ما لمسوا بعض في اي نقطه. يبقى بالتالي ما عنديش سوليوشن سيت. طب هنا، هنا انا عندي كتير قوي 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 يا مستر، هنا infinite number of solution. يبقى النمبر اوف سوليوشن عند الكو انسيدنت كام نمبر اوف سوليوشن؟ انفينيت نمبر اوف سوليوشن، انفينيتي، انفينيتي. في كتير قوي 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 يا مستر، انا مش هقدر اعدهم. انت قادر تعدهم؟ تعالى عدهم. انا عن نفسي مش هقدر اعدهم. تعالى بقى نخش على الالجبريكالي. احنا قلنا خلي بالك درس النهارده بيتحل بطريقتين، قلت لك طريقه الجرافيكالي وطريقه الالجبريكالي، ما لهمش تاني. طريقه الجرافيكالي هم الثلاث رسومات دول، ثلاث انواع دول، طريقه الانترسكت، باراليل، coincident، one solution، no solution، infinite number of solution. اتفقنا؟ طيب، وفهمتك كل واحده ليه دي infinite number of solution، وقلت لك ليه دي one solution عشان قطع بعض في نقطه واحده، ليه دي parallel مفيش اصلا solution set، مفيش number of solution اصلا. ليه يا مستر؟ عشان هم عمرهم ما هيقابلوا بعض، عمرهم ما هيقطعوا بعض في اي نقطه. طيب تعالى نخش على طريقه الجرافيكالي، الالجبريكالي قصدي. الالجبريكالي عندك نوعين. عندك كام نوع؟ عندك نوعين، النوع الاولاني والنوع الثاني. النوع الاولاني طريقه اسمها السبستيتيوشن، التعويض. يعني ايه التعويض يا مستر؟ يعني انا بشيل حاجه بحط مكانها حاجه تانية. الطريقه التانية اسمها اوميتنج.
الحذف، بمسح حاجه مع حاجه، واللي انا بمسحه في الايكويشن يا اما بمسح اكس مع اكس او بحذف واي مع واي. طيب في السبستيتيوشن بشيل الاكس بحط مكانها حاجه تانية، او بشيل الواي احط مكانها حاجه تانية. بص، دي طريقتين للحل. لو طلب منك في الامتحان طريقه معينه من دول بيجبرك انك انت تحل يا اما بدي يا اما بدي. طيب لو ما طلبش منك حاجه خالص، وغالبا هو بيسيبك بحريه اختيارك، ما يطلبش منك اي حاجه، طريقه السبستيتيوشن من احسن الطرق واسهل الطرق. وهحل عليها كذا مساله دلوقتي وهسيبك تحل بايدك قدامي، بس خلي بالك بقى، محتاجه تركيز ومحتاجه تدريب. هحل عليها مساله واثنين وثلاثه واربعه عشان خاطر انت تتدرب، ولازم تمشي ايدك في المساله، عشان انت لو ما مشيتش ايدك في المساله مش هتفهم اي حاجه. ركز بقى معايا. يبقى انا كده عندي كام نوع؟ عندي نوعين، نوع جرافيكالي، نوع الجبريكالي. انا كده اصلا كل ده انا بعمل ايه؟ بحل two equations of the first degree with two variable. عندي معادلتين بمجهولين، والمعادلتين دول فيرست ديجري. اتفقنا؟ بحلها بطريقه يا اما جرافيكالي يا اما الجبريكالي. صلى على النبي. انا كده عملت سمري سريع على الدرس. انت ممكن تاخد سكرين شوت للشاشه او تكتب الكلام ده. المفروض ان انت بتكتب الكلام ده كده ورايا وبتسجل ورايا، بتذاكر واحده واحده. بعد ما تكتب ورايا انا هبدا دلوقتي احل مساله. هبدا بالجرافيكالي، احل مساله على كل نوع. احل مساله انترسكت، واحل مساله باراليل، واحل مساله كو انسيدنت، وهعرفك هي بتتحل ازاي في الامتحان واحده واحده. ونفس الكلام في الالجبريكالي، هحل مسائل كتيره جدا على السبستيتيوشن ومسائل كتيره جدا على الاوميتنج اللي هي طريقه الحذف. قبل ما ابدا اخش على الحل، عايز اوريك شويه حاجات بس موجوده عندك في الكتاب اهو. تلاقي في الكتاب مكتوب عندك كده بالظبط، اللي هي الانترسكت. عندي تو ستريت لاين انترسكت مع بعض في نقطه واحده، هي دي النقطه اللي هم الانترسكت فيها مع بعض. النقطه الثانيه او الشكل الثاني الكو انسيدنت. انا طبعا وانا بكتبها كتبت لك البارل في الثاني، ما فرقتش، هي البارل اهي. تمام. كو انسيدنت تو ستريت لاين الاثنين موجودين على بعض في نفس كل حاجه. اسمها ايه؟ there is an infinite number of solution. في solution set كتيره جدا 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 جدا. طب بارل عمرهم ما يقطعوا بعض، يبقى there is no solution. يبقى السوليوشن set بتاعتي باي. صعبه؟ في مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده؟ تعالى اوضح لك اكتر الكو انسيدنت. بص، عندي اكس واي اكسس، ده ستريت لاين، في ستريت لاين تاني مرسوم عليه. كام ستريت لاين؟ في تو ستريت لاين مرسومين على بعض. بص بقى يا صاحبي، شايف دي؟ ده سوليوشن سيت، وده 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 سوليوشن. قطعوا بعض في النقط دي كلها، ولسه الخط ممتد وده هيمتد، ولسه في كتير 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 جدا. يعني ده سوليوشن 6 يا مستر، وده سوليوشن 6 يا مستر، ايوه، وده سوليوشن 6 يا مستر، ايوه. يبقى انا كده عندي كام نمبر اوف سوليوشن؟ عندي كام نمبر اوف سوليوشن؟ ده انا عندي كتير قوي يا مستر، عندي كتير قوي يا مستر. انا تعبت خلاص. عندي انفينيت نمبر اوف سوليوشن، انفينيت نمبر اوف سوليوشن. الحالة دي اسمها ايه؟ اسمها coincident. مش تبقى انت عارف المسميات بتاعتك؟ المسميات مهمة قوي 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 قوي، لازم تبقى انت عارف كل واحدة منهم شكلها عامل ازاي. نخش على اللي بعده. ايديا 1، السؤال الاولاني. هحل دلوقتي طريقة الجرافيكالي. طريقة ايه؟ الجرافيكالي. تعالى بقى، هيجيب لي two equation of the first degree. two equation of the ايه؟ of the first degree. يعني انا دلوقتي يا مستر عندي باور 1 وباور 1 وباور 1 باور 1. عندي equation اولانية اهي وايكويشن ثانيه اهي. عندي two equation of the first degree فيها two unknown، اللي هي الاكس واللي هي الواي. طب يا مستر، هو انا في الترم الاول لما كنت برسم او بحل اي سؤال من الفيرست ديجري جرافيكالي كنت بعمل تيبل، والارقام اللي جوه التيبل دي كنت بحطها بمزاجي؟ حصل. هو ده نفسه اللي هنعمله النهارده. نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الترم الاول هنعمله في الترم الثاني. يلا بينا، يلا بينا. اهو اعمل جدول كده، اكس وواي. اخواتي اللي حضروا معايا الحصه في السنتر كنا بنعمل ايه؟ قلت لك ما تحطش ارقام بمزاجك بقى. احنا بص، هنشيل الاكس نحط مكانها زيرو مره، وهنشيل الواي نحط مكانها زيرو مره، وشرحت الكلام ده كله بالتفصيل. هشيل الاكس احط مكانها زيرو،
واشيل واي مره احط مكانها 0. طيب هرجع للايكويشن نفسها، انا هنا برسم الايكويشن الاولانيه، اشيل الاكس احط مكانها مره 0، هتبقى 2 افتح براكت 0 ماينس واي ايكوال 5. 2 ملتبلاي 0. بالمناسبه يا جماعه كنت بشرح السؤال ده في السنتر، فكنت بسال 2 ملتبلاي 0 بكام؟ واحده قالت لي بفاي، الله يمسيها بالخير، مش فاكر اسمها ايه، تقريبا اسمها ريتاج او هدى، مش فاكر والله، بس هي لو بتتفرج على في الفيديو ده عايز اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل يعني. فالنيجاتيف النيجاتيف ده هتروح الناحيه الثانيه، وحد يقول لي بالبلس، هتروح لل5، هتبقى الواي ايكوال نيجاتيف 5، يبقى عند الاكس بزيرو الواي بكام؟ نيجاتيف 5. طيب احنا شلنا الاكس حطينا مكانها 0، المره دي يا مستر هشيل ايه؟ هشيل الواي احط مكانها 0 واجيب قيمه الاكس. يلا بينا، انا شلت المره اللي فاتت ايه؟ الاكس، المره دي هشيل ايه؟ هشيل الواي احط مكانها 0، يبقى 2 اكس ماينس، مش واي بقى، ماينس 0 ايكوال 5. دي هتروح الناحيه الثانيه مش هتاثر، يبقى 2 اكس ايكوال 5، يبقى الاكس ايكوال كام؟ ال2 هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، وخلي بالكم بقى عشان انا اتشليت، اخواتي في الله اللي في السناتر، 2 بلس اكس، كل ما اقول لهم ال2 هتروح الناحيه الثانيه بايه يقولوا لي بالماينس. اسالهم هنا ال2 هتروح الناحيه الثانيه بايه بيقولوا لي بالماينس. ليه يا حبيبي بالماينس؟ مش ال2 لازقه في الاكس، يعني الاثنين ملتبلاي بعض، فال2 هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، في فرق كبير جدا 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 بين دي وبين دي. هنا تروح بالماينس. ليه؟ لان 2 هنا 2 بلس اكس، طب هنا 2 بلس اكس؟ لا هنا 2 ملتبلاي اكس، فبالتالي هنا هتروح بالديفايدد. يبقى لما تلاقي ال2 لازقه في الاكس ايكوال اي رقم في الدنيا، اي رقم، ال2 دي هتنزل تحت بالديفايدد، يبقى اكس ايكوال الرقم اللي في الدنيا ده اوفر ايه؟ اوفر 2. نفس الكلام هنا تاني، يلا ال2 دي هتنزل تحت بالايه؟ بالديفايدد، يبقى اكس ايكوال 5 اوفر 2، يبقى الاكس ايكوال كام؟ 2.5. طب هنا يا مستر لو جابها لي بالمنظر دي، اودي ال2 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اشارتها بلس، لما عدت الايكوال بقت ماينس، فبالتالي هيبقى اكس ايكوال 5 قاعده مكانها زي ما هي من اللي راح لها ال2 بعكس الاشاره، فهتبقى اكس ايكوال 3. صعبه؟ نمسح بقى الكلام ده كله، انا قلت اوضح لك الفكره، وهعيدها لك تاني دلوقتي اهو. 2x ايكوال 5، ال2 هتروح الناحيه الثانيه بالماينس، صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بالديفايدد 5 اوفر 2، يبقى اكس ايكوال ايه؟ 2.5. يبقى لما شلت الواي حطيت مكانها 0، الاكس بكام؟ 2.5. صعبه؟ سهله قوي 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 قوي. يلا خلصنا التيبل الاولاني، نخش على التيبل الثاني. يلا نغير اللون القلم كده عشان خاطر ما نتلخبطش. التيبل الثاني، انا خلصت التيبل الاول بتاع الايكويشن الاولانيه، اخش هعمل تيبل ثاني للايكويشن الثاني عشان ارسم تو ستريت لاين. انا عندي تو ايكويشن، وانا قلت لك من شويه طالما عندي تو ايكويشن يبقى عندي كام ستريت لاين؟ يبقى كده عندي تو ستريت لاين. يلا نرسم الجدول الثاني اكس وواي. اشيل الاكس مره احط مكانها 0، واشيل الواي مره احط مكانها 0. صعبه؟ سهله قوي يا مستر. يعني في الاخر كده يا مستر، من الاخر ارجع للايكويشن، اشيل الاكس مره احط مكانها 0. يلا الاكس دي شلتها حطيت مكانها 0، 0 بلس 3 واي بلس 1 ايكوال 0. اوعى تشيل الاكس والواي مع بعض تحط مكانها زيروات، ما انت كده ما بتجيبش حاجه، كده ما بتجيبش حاجه. انت تشيل مره الاكس تحط مكانها 0 خلاص، ومره الواي تحط مكانها 0. يعني لو شلت الاكس حطيت مكانها 0 لازم تبقى الواي موجوده، طب لو شلت الواي حطيت مكانها 0 لازم تبقى الاكس موجوده. اوعى تشيل الاثنين مع بعض عشان انت كده ما عملتش حاجه. اتفقنا؟ يلا بينا. اودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 3y ايكوال نيجاتيف 1، يبقى الواي ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. نيجاتيف 1 اوفر كام؟ اوفر 3. يبقى لما الاكس كانت بزيرو الواي بكام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. تعال نشوف بقى النيجاتيف 1 اوفر 3 دي بكام؟ 0 بوينت كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3 بزرار الاس دي 0.3. 0 بوينت كام؟ 0.3. لا ما انت ما تجننيش، لو ده حصل انا هتضايق. لا اله الا الله، طلع ب 0.3. اتفقنا؟ طيب انا فاكر الارقام تقريبا يعني انا فاكر الارقام. كان الجدول ده اكس وواي، دي كانت 0 ودي كانت 0، دي كانت نيجاتيف 5.
تعال نشوف دي بكام. 2.5 تقريبا ب 2.5. شلنا الواحد مكانها 0 ب 2.5. يلا يلا عملتها بسرعة اهو. هنا اكس وواي، مرة دي بزيرو مرة دي بزيرو. احنا لما عوضنا في الكالكوليتر طلعت معايا بكام؟ نيجاتيف 0.3. صح كده؟ صح كده. يلا بينا نشيل الواي نحط مكانها زيرو. انا شلت الاكس خلاص، يلا نشيل الواي. يلا نشيل الواي اهو. الواي دي هشيلها احط مكانها ايه؟ زيرو. الاكس تنزل زي ما هي بلس 3، افتح براكت 0 بلس 1 ايكوال 0. طارت يبقى اكس بلس 1 ايكوال 0. اودي دي الناحيه الثانيه يبقى اكس ايكوال، اشارتها هتتغير بعد ما تعدي الايكوال. اكس ايكوال نيجاتيف 1. يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1 حط الواي بزيرو، يبقى الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. عملت الجدول. اهم من الشغل ظبط الشغل. ظبطت الشغل، يلا نشتغل. قبل ما نخش بس احنا عارفين ان زيرو هنرسم الستريت، هرسم اكس واي اكسس. انا عايز ارسمها لك في الجراف، بس عايزك تصور دي. تصور. انا خلاص انا كده كده حافظ الارقام، بس عايزك تصورها عشان خاطر يبقى التو تيبل قدامك، او اكتبهم قدامك عشان هخش دلوقتي في الجراف اعملها على الرسم البياني عشان تبقى انت ايه فاهم احنا بنعمل ايه. احنا عند الاكس بزيرو، الواي بكام؟ نيجاتيف 5. تعال احنا قلنا ايه؟ تو تيبل قدامنا اهو. تعال اكتبهم لك هنا اكس وواي. التيبل التانية اهي اكس وواي. شق 2 0 0، وهنا 0 0. طيب هنا كانت نيجاتيف 5 2.5. هنا كانت كام؟ نيجاتيف 0.3. والأخيرة دي كانت كام؟ نيجاتيف 1. صح. يلا بينا. عند الإكس بزيرو الواي بكام؟ هاجي عند الإكس بزيرو أهي. الواي بكام؟ هطلع فوق ولا أنزل تحت؟ أنزل تحت لأن نيجاتيف 5. وأحط بوينت هنا. حط ايه؟ حط بوينت هنا. يلا عند الاكس ب 2.5. عند الاكس بكام؟ 2.5. يعني همشي ناحيه البوزيتيف. ادي 1 ادي 2 2.5. 2.5 يعني بين ال 2 وبين ال 3. بين ال 2 وبين ايه؟ بين ال 3. يعني في النص هنا بالظبط. اتفقنا؟ عملت ال 2 بوينتس بتاعتي بوينت ايه وبوينت ايه. نوصلهم ببعض. ابدا اوصل 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 اوصل، بس هتوصل بالمسطره. هتوصل بالمسطره وهتوصل زي كده. خلصت التيبل الاولاني يا مستر. خلصت التيبل الاولاني، نخش على التيبل الثاني. يلا بينا نخش على التيبل الثاني. يلا بينا يا مستر. عندي الاكس بزيرو، الواي بكام؟ الواي بنيجاتيف 0.3. نيجاتيف 0.3 يعني هنا مثلا. طيب عندي الاكس بنيجاتيف 1. الاكس بكام؟ نيجاتيف 1. هاجي ناحيه الشمال نيجاتيف 1. الواي بكام؟ ثانيه واحده يا مستر عشان انت كده غلطت. كده يا مستر غلطت. تعالى دي الرسمه الاولانيه اهي، اوصلهم ببعض. بص بقى. عند الاكس بزيرو الواي بكام؟ اكس بزيرو الواي بنيجاتيف 0 يعني تحت هنا. هنا كده بالظبط. طيب عند الاكس بنيجاتيف 1 الواي بكام؟ الواي بزيرو. اهو تو ستريت لاين. نوصلهم بلون تاني مختلف عشان يبقى عندي كام ستريت لاين؟ عندي تو ستريت لاين هم. هما الاتنين بينترسكت مع بعض في نقطة. النقطة دي هي السوليوشن سيت بتاعتك. النقطة دي ايه؟ هي السوليوشن سيت بتاعتك. الاكس بكام؟ اكس عند ال2 تقريبا. يبقى السوليوشن سيت طبعا في الرسم البياني انت ترسم باوضح من كده. الاكس بكام؟ 2. الواي بكام؟ هنا تقريبا بنيجاتيف 1.5. صعبة صعبة بناء على الرسمة اللي قدامي، بس طبعا في الجراف قدامك بالمسطرة وكده هتبقى أوضح من كده وأسهل من كده. خلصنا. خش على اللي بعده. نرجع للباوربوينت بتاعتي تاني وحلينا مسألة هي مستر جرافيكالي سهلة أوي يا مستر، بسيطة جدا ما فيهاش أي مشكلة. أخش على اللي بعده. سؤال رقم 2. شفت اللي أنا عملته في السؤال الأولاني هو بالظبط التيبيكال كوبي بيست هعمله في السؤال التاني. يلا بينا يلا بينا. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. رمضان كريم يا جماعة، كل سنة وأنتم طيبين وأنتم بخير في أحسن حال، ويا رب كلكم تحققوا كل اللي نفسكم فيه. هعمل جدول اكس واي
جدول تاني، جدول للايكويشن الاولانيه وجدول للايكويشن الثانيه. اشيل الاكس مره احط مكانها زيرو، واشيل الواي مره احط مكانها زيرو. يلا بينا يا مستر، يلا يلا يلا. عندي الايكويشن دي هشيل الاكس مره يا مستر احط مكانها زيرو، يعني y equal 2 multiply x، يعني 2 multiply 0 minus 2، دي هتطير يبقى y equal كام؟ نيجاتيف 2، يبقى y equal نيجاتيف 2. نفس الكلام نفس الايكويشن، انا شلت الاكس مره حطيت مكانها 0، المره دي هشيل مين؟ هشيل الواي احط مكانها 0، يعني 0 equal 2x minus 2، دي هتروح الناحيه الثانيه يبقى 2 equal 2x، ال 2 دي هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى x equal 1. x equal كام؟ 1. خلصت التيبل الاولاني اخش على التيبل الثاني نفس الكلام، اشيل الاكس مره احط مكانها 0، واشيل الواي مره احط مكانها 0، نفس الكلام بالظبط يا مستر. يلا بينا، يلا نشيل الاكس نحط مكانها 0 يبقى 2y minus 4 وافتح براكت 0 minus 2 equal 0، دي طارت خلاص يبقى 2y minus 2 equal 0، دي هتروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يبقى 2y equal 2. طب اودي ال 2 الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى y equal 2 over 2، وانا قلت لك هتروح بالديفايدد ازاي؟ قلت لك طالما لازقه في الواي او لازقه في اي حرف يبقى ملتبلاي، لما تروح الناحيه الثانيه هتروح بالديفايدد يبقى الواي ايكوال 1. يبقى انا كده جبت الواي بكام؟ جبت الواي ب 1. همسح بقى الكلام ده كله، يلا نمسح الكلام ده كله. المره دي انا شلت الاكس خلاص، المره دي هشيل مين؟ هشيل الواي. يلا نشيل الواي، يلا نشيل الواي اهو. هشيل الواي دي مره واحط مكانها 0 يبقى 2 وافتح براكت 0 minus 4x minus 2 equal 0. طارت minus 4x minus 2 equal 0، اودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يبقى 4x equal، اشارتها كانت نيجاتيف هتروح الناحيه الثانيه بوزيتيف يبقى x equal، دي هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد equal 2 divided negative 4. صعبه؟ equal 2 divided كام؟ negative 4، يبقى الاكس equal negative half. يبقى عند الواي ب 0 الاكس بكام؟ نيجاتيف هاف. صعبه؟ لا يا مستر سهله قوي 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 قوي. احفظ الجدول او اكتبه عندك صوره عشان اخش دلوقتي في الجراف هرسم جدولين دول 0 نيجاتيف 2 1 0 0 1 0 نيجاتيف هاف. يلا بينا نخش على الجراف بتاعنا ونبدا نرسم التو تيبل بتوعي دول اهو. امسح اهو تيبل عادي جدا، ادي اكس وادي واي 0 0، والتيبل التاني اهو اكس وواي 0 0. دي كانت بكام؟ تصدق والله انا نسيت، والله العظيم نسيت يا جدعان والله، بس انا اللي انا فاكره نيجاتيف 2 تقريبا، صح؟ تقريبا يعني. وهنا كانت ب 1، مش فاكر، مش فاكر، ادينا هنرسم وهنشوف. وهنا كانت بنيجاتيف هاف، ده اللي انا فاكره. ودي كانت بكام؟ والله ما فاكر، والله العظيم ما فاكر. تصدق؟ تعالى تعالى نشوفها اهو. تعالى السؤال التاني اهو. لما شلنا الاكس حطينا مكانها 0 هتبقى 2y minus 0 minus 2 equal 0، دي هتروح الناحيه الثانيه يبقى 2y equal 2، يبقى الواي equal 1. صح؟ خلاص جبنا الواي ب 1. طب هنا لو شلنا الاكس حطينا مكانها 0 يبقى y equal نيجاتيف 2. انا عملت الواي بنيجاتيف 2 لما الاكس ب 0 هنا ب 1. اكيد اكيد ان شاء الله يعني، ان شاء الله يعني. نيجاتيف 2 صح، انا صح انا صح، نيجاتيف 2 اهي. طب هنا احنا قلنا بكام؟ ب 1 صح؟ قلنا ب 1، قلنا ب 1. يلا بينا نبدأ نرسم دلوقتي التو تيبل بتوعي دول. طبعا انا كنت عايز احط لكم الرسمه الصراحه في البرزنتيشن نفسها بس ما نفعتش، مش عارف ليه، بس ما علينا يعني، ملحوقه. عايزك تفهم واحده واحده. عند الاكس بزيرو الواي بكام؟ الواي بنيجاتيف 2. عند الاكس بزيرو الواي بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 يعني هنزل تحت اهي، اعمل بوينت اهي. عند الاكس ب 1 الواي بكام؟ الواي بزيرو. عند الاكس ب 1 الواي بزيرو، اعمل نقطه هنا. عند الاكس بزيرو الواي بكام؟ عند الاكس بزيرو الواي ب 1، يعني اطلع فوق ولا انزل تحت؟ اطلع فوق. طب عند الاكس بنيجاتيف هاف، فين نيجاتيف هاف؟ يعني هنا ناحيه الشمال، نيجاتيف هاف يعني في النص هنا. الواي بكام؟ الواي بزيرو، عملت بوينت. اوصل الستريت لاين الاولاني
وهنا اوصل الستريت لاين التاني. الله الله، الاتنين دول ايه؟ بارلل لبعض. مالهم؟ بارلل. تو ستريت لاين بارلل لبعض، يبقى السوليوشن ست بتاعتي فاي. مفيش يا مستر سوليوشن ست اصلا، لان هما ما قطعوش بعض في اي نقطه يا مستر اصلا. تعال نشوف الحل بتاعي صح ولا غلط. اكيد صح. يلا اوعى تقول لي يا مستر لا انت اكيد حل غلط عشان هضربك دلوقتي. بارلل لبعض الحمد لله. السوليوشن ست فاي. صعبه. خش على اللي بعده. ليتس تراي. هتوقف الفيديو، هتقعد تحل دلوقتي وانا هحل معاك التيبل فقط، مش هرسم الرسم، انت اللي هترسم لان الموضوع متعب الصراحه. عمال رايح جاي وزهقت الصراحه، زهقت مش عشانك والله، ده عشاني. ماشي يلا نعمل التيبل. ابدا حل دلوقتي بايدك، جرب نفسك. هعمل التيبل. هعمل ايه؟ هعمل التيبل اهو. ادي اكس وادي واي، ادي 0 وادي 0. صح يا مستر. شيل الاكس المره دي حط مكانها 0، يبقى واي ايكوال 0 ماينس 3. ايه يا مستر 0 اللي انت جبتها دي؟ انا شلت الاكس دي حطيت مكانها 0. 0 ملتبلاي 2 ب 0 خلاص. يبقى الاكس واي ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. يلا المره دي بقى هشيل ايه؟ هشيل الواي حط مكانها 0. صح ولا غلط؟ صح يا مستر. يلا شلنا الواي حطيتها مكانها 0 اهو. يبقى 0 ايكوال اهو 0 ايكوال 2 اكس ماينس 3. دي هتروح الناحيه الثانيه، يبقى 2 اكس ايكوال، دي اشارتها كانت نيجاتيف راحت الناحيه الثانيه بوزيتيف فبقت 3. يبقى اكس ايكوال 3 اوفر 2، لان 2 نزلت الناحيه الثانيه بالديفايد. يبقى عند الواي ب0 والاكس بكام؟ 3 اوفر 2. صعبه؟ لا يا مستر سهله قوي. طب 3 اوفر 2 دي اللي هي بكام اصلا يا مستر؟ عشان انا مش فاهم. ايوه ماشي 3. تعالى اعمل لك تاني اهو. اللي هي بكام 3 اوفر 2 اصلا يا مستر؟ اللي هي بكام؟ 1.5. 1.5. خلصنا الجدول الاولاني الحمد لله. نخش على الجدول الثاني. الجدول الثاني اهو. اكس وواي 0 0. هشيل الاكس مره احط مكانها 0. 0 بلس 2 واي ايكوال 4. طيب 2 واي ايكوال 4. اودي 2 الناحيه الثانيه بالديفايدد. طب ليه يا مستر مش بالماينس؟ تعالى اقول لك. لان 2 واي ايكوال 4، ال 2 ملتبلاي الواي فهتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد. يبقى واي ايكوال 4 اوفر 2 اللي هي بكام؟ 2. كده انا جبت الواي ب 2 عند الاكس ب 0. المره دي بقى هشيل الواي احط مكانها 0. يلا نشيل واي نحط مكانها 0. يلا بينا. يبقى اكس بلس 2 في 0 ايكوال 4. طاروا مع بعض يبقى اكس ايكوال 4. تعالى نرسم الرسمه سريعا كده، رسمه كروكي. شوف ان شاء الله هتجيب معانا نتيجه ولا لا. ادي 1 ادي 2 ادي 3، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. 1 2. طبعا هنا نيجاتيف 3، هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4. يلا بينا. عند الاكس ب 0 الواي بكام؟ عند الاكس ب 0 الواي بنيجاتيف 3. انزل تحت لحد ما اوصل النيجاتيف 3 هنا. طيب عند الاكس ب 1.5 الواي بكام؟ 1.5 يعني هنا في النص. واي بكام؟ الواي ب 0. واوصل التو بوينتس دول ببعض وامدها شويه. صعبه؟ لا يا مستر سهل. خش على اللي بعده. التيبل الثاني. الاكس ب 0 الواي بكام؟ واي ب 2. عند الاكس ب 0 الواي ب 2 يعني اطلع فوق حط بوينت هنا. طيب عند الاكس ب 4 الواي بكام؟ عند الاكس ب 4 يعني هنا. واي بكام؟ الواي ب 0 وحط بوينت هنا واوصل التو بوينتس دول ببعض. يبقى بالتالي هم عملوا انترسكت مع بعض في نقطه واحده. يبقى السوليوشن 1 سوليوشن. يبقى كده عندي كام حل؟ حل واحد. سوليوشن 6. شوف الاكس بكام والواي بكام. شوف الاكس بكام طبعا على الجراف احسن من الهبل ده كله. نخش على اللي بعديها. هبدا انا دلوقتي اعمل لك التيبل وانت تكمل اهو. اعمل تيبل. انا زهقت يا جدعان. شيل الاكس مره احط مكانها 0، شيل الواي مره احط مكانها 0. نفس الكلام بالظبط. اشيل الاكس مره احط مكانها 0، شيل الواي. ايه ده؟ لا مش الدرجات دي يا مستر، ما تبقاش سريع. شيل الاكس مره احط مكانها 0 وشيل ايه؟ الواي احط مكانها 0. يلا بينا. هشيل الاكس دي احط مكانها 0 يبقى 3 ملتبلاي 0 بلس الواي ايكوال ال 5. طارت يبقى الواي ايكوال 5. المره دي بقى هشيل الواي احط مكانها 5. انا المره اللي فاتت شلت الاكس، المره دي هشيل الواي. يبقى 3x بلس 0 ايكوال 5. يبقى 3x ايكوال كام؟ ايكوال 5.
3 هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الاكس بس. x equal 5 over 3. هنا الرسمه الثانيه الايكويشن الثانيه، هشيل الاكس المره دي احط مكانها 0 طارد، يبقى الواي ايكوال 8. واي ايكوال 8. شلت الاكس حطيت مكانها 0 المره دي، اشيل الواي احط مكانها 0. 0 بلس 3 اكس ايكوال 8. 3 هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، اوعى تقول لي بالماينس. ليه يا مستر بالديفايدد؟ عشان هي ملتبلاي الاكس، هقعد اقولها لك مره واثنين وثلاثه ومليون. يبقى الاكس ايكوال 8 اوفر 3. 8 اوفر 3 صعبه. ابدا ارسم مع نفسك بقى. طريقه الالجبريكالي هي الطريقه اللي بتيجي كتير قوي 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 في الامتحان. 5 دقائق، بلاش 5، قليل قوي 5، 10 دقائق بريك وارجع لي تاني. يلا بينا. يلا يا شباب، بعد ما خدت البريك بتاعك اللي هو مدته 10 دقايق، اوعى اكون طولت عن كده، عيب عيب. كمل. اقسم بالله انا خدت برضو نفس البريك بس ما كملتش 10 دقايق، اقل من 10 دقايق بكتير جدا. رحت شربت كوبايه ميه، عملت لي كوبايه شاي وخلاص وشكرا على كده. يلا بينا نخش بقى على طريقه الالجبريكالي. قلت لك الالجبريكالي بتتحل بكام طريقه؟ طريقتين، طريقه السبستيتيوشن وطريقه الاوميتنج. قبل ما ابدا اشرح فيهم عايز اكلمك عن شوية حاجات بديهية، اي حاجات طبيعية بديهية. بص بقى، لو جيت قلت لك، خلينا نمبر 1 اهو، لو جيت قلت لك 2 فتحت براكت 2 ماينس 2 اكس، وجيت قلت لك برضو عندك نيجاتيف 3 فتحت براكت 1 بلس 2 اكس، وجيت قلت لك مثلا يعني خلينا هنا تحتيه نيجاتيف 3 ماينس عادي ماشي واي. وجيت قلت لك رابع حاجة، أنا عايز أبدأ بس بالحاجات البديهية التافهة دي عشان خاطر لو إحنا بنحل المسائل كده في النص تبقى أنت عارف أنا عملت إيه، عشان ما تبقاش إيه دي حاجات من أولى وتانية إعدادي، لازم تبقى أنت عارفها أصلا من قبل ما أحلها. وجيت قلت لك واي خليها نيجاتيف 3 واي ماينس 2 واي. وجيت قلت لك حاجة كمان مش عارف، مش مهم، خلينا بقى هنا ولا تعال اكس بلس 3 اكس. تافهه قوي تافهه قوي، بس معلش انا عايز اقولها عشان خاطر انت ما تبقاش متلخبط في اي حاجه. تعال اول واحده اسالك سؤال، ال2 دي مضروبه في البراكت كله، هل ال2 هتضرب في ال2 بس ولا هتضرب في ال2 اكس بس ولا هتضرب في الاثنين؟ هتتوزع عليهم هما الاثنين، يعني هتضرب في ال2 مره وهتضرب في ال2 اكس مره. 2 ملتبلاي 2 4 ماينس تنزل زي ما هي 2 ملتبلاي 2 اكس 4 اكس. صعبه؟ لا يا مستر سهله قوي. طب في نيجاتيف هنا، نيجاتيف 3 ملتبلاي هتضرب في ال1 بس ولا هتضرب في ال2 اكس بس؟ وخلي بالك بقى من النيجاتيف اللي انا علمت عليها دي، النيجاتيف دي هتخش جوه البراكت، هتغير اشارات البراكت كله. غير ايه؟ اشارات البراكت كله. يبقى نيجاتيف 3 ملتبلاي 1 بنيجاتيف 3. سهله؟ لا يا مستر سهله قوي 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 يا مستر. نيجاتيف 3 ملتبلاي بوزيتيف 2، نيجاتيف مع بوزيتيف تقلب نيجاتيف، نيجاتيف مع بوزيتيف تقلب ايه؟ نيجاتيف. 3 ملتبلاي 2 6 اكس. لازم تبقى انت عارف الحاجات دي قبل ما ابدا اخش احل الالجبريكلي في التو ايكويشنز اوف ذا فيرست ديجري اوف تو انون. لازم تبقى انت عارف الكلام ده. شايف النيجاتيف دي قبل البراكت هتخش جوه البراكت، هتغير اشارات البراكت كله، هتتوزع 3 مره هتتوزع على النيجاتيف واي مره. خلي بالك هي النيجاتيف دي كانها نيجاتيف 1، كانها نيجاتيف ايه 1، بس ال1 ما بيتكتبش. يبقى النيجاتيف هتخش على البوزيتيف 3 هتبقى ايه؟ نيجاتيف 3. نيجاتيف مع نيجاتيف، نيجاتيف مع نيجاتيف، نيجاتيف مع نيجاتيف قلبت بوزيتيف، نيجاتيف مع نيجاتيف قلبت بوزيتيف، وحط الواي زي ما هي. نخش هنا، يلا تعالى يلا تعالى.
نيجاتيف 3y ماينس 2y. شايف النيجاتيف 3؟ شايف دي؟ نيجاتيف 3 هندخلها على الكالكوليتر كده بالظبط، ماينس 3 ماينس 2، الإجابة تطلع ماينس 5y. ماينس 5 إيه؟ y. طيب x بلس 3x. عندي x واحدة زودت عليهم كام؟ 3x. عندي x واحدة زودت عليهم 3x، بقوا كام x؟ 4x equal 4x. وخلي بالك بقى في حاجة بس عايز أقول لك عليها، 6 أهي. لو قلت لك ماينس 3y بلس x بلس 2y، طبعا خلي دي 2x عشان انت ما تتلخبطش. شايف دي نيجاتيف 3y ودي 2y، هجمع الوايات مع بعض، الحروف اللي زي بعض هجمعهم مع بعض. اوعى تجمع لي y مع x، اوعى تقول لي ماينس 3 بلس 2 هتبقى ايه. في ناس عملت كده، اللي انا عامله ده دلوقتي ده غلط، اللي عامله دلوقتي ده غلط، في ناس عملت كده. ماينس 3 بلس 2 يعني من الاخر كده ماينس 1 واي اكس. غلط 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 غلط، هجمع الوايات مع بعض والاكسات مع بعض، هو مفيش غير اكس واحده يتيمه هتنزل زي ما هي. طب ماينس 3 بلس 2 على الكالكليتر، ماينس 3 بلس 2 هتديني نيجاتيف 1، يبقى النيجاتيف 1 واي، الزق الواي جنبه، بلس 3 بلس 2 اكس، تنزل زي ما هي، ما فيهاش اي تغيير. نخش على اللي بعده. طبعا دي مسائل ايه؟ حاجات شويه حاجات سكيلز بديهيه. هخش دلوقتي احل بعض المسائل على السبستيتيوشن. هبدا دلوقتي بالايه؟ السبستيتيوشن، بالتعويض. وانا قلت لك من شويه تعويض يا مستر يعني بشيل حاجه احط مكانها حاجه تانية. بص بقى، السبستيتيوشن خطوات الحل، اكتب ورايا، اكتب. اول حاجه اخلي الاكس لوحدها واخلي الواي لوحدها. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو الاكس والواي هما الاتنين في الليفت هاند سايد، تنقل واحده منهم الناحيه الثانيه. بنقل عشوائي؟ لا، تنقل بشرط. طب انقل انهي فيهم يا مستر؟ انقل الاكس ولا انقل الواي؟ ثانيه واحده، هو على حسب، ممكن تنقل اكس او تنقل الواي، بس على حسب. على حسب ايه يا مستر؟ تعالى، لو تعالى نعملها باللازم. لو ولا خلينا بلاش لو دي بقى، بتنقل اللي جنبه اي حاجه. ما فهمتش؟ تعالى افهمك. بتنقل الحرف اللي جنبه اي حاجه. يعني ايه يا مستر؟ واحده واحده. يعني يا مستر من الاخر، لو الاكس جنبها رقم، لو الاكس جنبها ايه؟ رقم مضروب فيها، هي دي اللي بتتنقل معاه. يعني لو الاكس جنبها رقم يا مستر مضروب فيها، انقلها الناحيه الثانيه. طب لو الواي جنبها رقم يا مستر مضروب فيها، انقلها الناحيه الثانيه. طب يا مستر لو الاكس بنيجاتيف، تنقل النيجاتيف الناحيه الثانيه. طب لو الواي بنيجاتيف، تنقل النيجاتيف الناحيه الثانيه. هحل عليها مسائل، مش عايزك تتوه، انا بس عايزك تفهم دلوقتي، تفهم الكونسبت. وهبدا احل كذا مساله، هتفهم اكتر لما احل مساله واثنين وثلاثه. انا هحل كذا مساله على السبستيتيوشن وكذا مساله على الاوميتنج، فمش عايزك تتوتر من حاجه، ماشي؟ طيب لو عندي اكس او واي واقفين لوحديهم يتامى كده، يعني لو الاكس واقفه يتيمه لوحديها، لا جنبها رقم ولا هي نيجاتيف اصلا، يعني لا جنبها رقم ولا هي نيجاتيف، تسيبها زي ما هي، اوعى تنقلها. هتبص على الثانيه اللي هي الواي، هتلاقي جنبها حاجه اكيد، تنقلها الناحيه الثانيه. صعبه؟ لا يا مستر، سهله قوي 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 قوي. تاني حاجه، اعوض في المعادله او الايكويشن الثانيه. يبقى تاني خطوه اعمل ايه؟ اعوض في الايكويشن الثانيه. من عندي 2 ايكويشن، عندي كام ايكويشن؟ 2 ايكويشن. اول خطوه اخلي الاكس لوحديها واخلي الواي لوحديها. مين اللي بيتنقل يا مستر؟ الحرف اللي جنبه اي رقم او الحرف النيجاتيف، هو ده اللي بيتنقل الناحيه الثانيه. طب اللي مش جنبه حاجه بيفضل ثابت زي ما هي. تاني خطوه يا مستر، اعوض في الايكويشن الثانيه.
اعوض فين؟ في الايكويشن الثانيه. هفهمك اكتر، مش عايزك تتوه. ثالث خطوه، هم 3 خطوات ما لهمش رابع. ثالث خطوه اعوض تاني بس في المعادله الاولى. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني اول حاجه هتخلي الاكس لوحديها والواي لوحديها، وانا قلت لك من شويه اللي بيتنقل اللي جنبه حاجه. طيب تاني حاجه اعوض في الايكويشن الثانيه، اعوض سبستيتيوشن، اعمل سبستيتيوت في الايكويشن الثانيه. بعد كده اعوض في الايكويشن الاولانيه. انا تهت يا مستر ومش قادر استوعب اي حاجه من اللي انت بتقولها. هحل كذا مساله، واول لما احل المساله تبدا تفهم واحده واحده، مش عايزك تستعجل. يلا بينا نبدأ نحل مسألة واثنين وثلاثة. أول حاجة أنا عندي كام نوع؟ نوعين، نوع السبستيتيوتنج ميثود والنوع التاني اللي هو اوميتنج ميثود. يلا أول سؤال بيقول لك find by using إيه بقى؟ by using substituting method. هو اللي أجبرني، قال لك أنت مجبر تحل بالطريقة دي، طريقة السبستيتيوشن. طب لو هو في الامتحان يا مستر ما قاليش، قال لي find the solution set على طول، انت ليك حرية الاختيار يا اما بالطريقة دي او بالطريقة دي، براحتك شوف الاسهل بالنسبة لك وابدأ اشتغل عليهم. بس كده كده انا لازم اعلمك الاتنين، حتى لو هو قال لي بطريقة الاوميتنج. طب يا عم ما يقول، ما انا كده كده هعرف احل بدي او احل بدي. يلا بينا. اول حاجة، اول خطوة قلت لك ايه؟ اول خطوة قلت لك ايه؟ اخلي الاكس لوحديها والواي لوحديها، الاكس في الليفت هاند سايد والواي في الرايت هاند سايد، او العكس، تخلي واحده من دي واحده من دي، خليهم بعاد عن بعض، خلي في بينهم ايكوال من الاخر. طيب من الاخر كده يا مستر انا عندي ناحيه الشمال هنا الاكس والواي مع بعض، انقل واحده منهم من الناحيه الثانيه. بنقل عشوائي؟ لا، مش بنقل عشوائي. انقل انا يا مستر، انقل الحرف اللي جنبه رقم او الحرف النيجاتيف، الحرف اللي جنبه رقم او الحرف الايه النيجاتيف. طب مين الحرف اللي جنبه رقم او حرف النيجاتيف؟ عندي اكس مش جنبها اي حاجه، تثبت زي ما هي اهي. مين الحرف اللي جنبه رقم؟ اللي هو الواي، جنبه رقم، يتنقل الناحيه الثانيه. بدات تستوعب؟ ان شاء الله تكون بدات تستوعب. يلا بينا. فور قاعده مكانها زي ما هي، دي اشارتها بلس، هتروح الناحيه الثانيه بالماينس، ماينس 2 واي، وبروزها وايه وبروزها كده. انا خلصت اول خطوه. انا عندي كام خطوه؟ 3 خطوات. خلصت الخطوه الاولى، اخش على الخطوه الثانيه اللي قلت لك عوض في الايكويشن الثاني. هنعوض فين؟ في الايكويشن الثانيه. يعني ايه يا مستر اعوض في الايكويشن الثانيه؟ مش الاكس ايكوال ده في الايكويشن الثانيه، اشيل الاكس واحط مكانها اللي انا جبته في الايكويشن الاولانيه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني الاكس ايكوال 4 ماينس 2 واي، اشيل الاكس في الايكويشن الثانيه واحط مكانها 4 ماينس 2 واي بين براكت كده. يعني من الاخر كده يا مستر، تعالى نمسح الكلام ده. ايوه 3 زي ما هي، افتح براكت ماينس واي ايكوال 5. مين اللي هيتحط جوه البراكت؟ قيمه الاكس نفسها، قيمه الاكس نفسها اللي هو انهي؟ اللي هو ده. يلا اللي هو انهي؟ 4 ماينس 2 واي. ال 3 هتخش جوه البراكت، هتتضرب في ال4 مره وهتتضرب في النيجاتيف 2 واي مره، هتتوزع عليهم هما الاثنين. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ تعالى اوريك واحده واحده. اهو 3 ملتبلاي 4 12 ماينس 3 ملتبلاي نيجاتيف 2 هتبقى 6 واي، نيجاتيف 6 واي قصدي، ماينس واي زي ما هي ايكوال 5. ركز معايا، الوايات هنعمل لهم ماينس بعض، نيجاتيف 6 ماينس 1، نيجاتيف 6 ماينس ايه؟ ماينس 1، يبقى 12 زي ما هي، ماينس 6 ماينس 1 بالكالكوليتر ماينس 7 واي، لان هنا الرقم اللي موجود 1 ايكوال 5. اودي مين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره اللي هي 12 اشارتها بوزيتيف، لما تعدي الايكوال تبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 7 هيتبقى الناحيه دي ايكوال 5، قاعده مكانها زي ما هي. من اللي راح لها بعكس اشارتها ال 12 هتروح الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى نيجاتيف 7 واي ايكوال 5 ماينس 12 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 7 بالكالكليتر، بالكالكليتر. طب عايز اجيب قيمه الواي اعمل ايه؟ عايز اجيب قيمه الواي دي اعمل ايه؟ اودي ال 7 الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايدد، يبقى واي ايكوال نيجاتيف 7 اوفر نيجاتيف 7، يبقى الواي ايكوال كام؟ ايكوال 1. كده انا جبت قيمه الواي. خلصت الخطوه الثانيه. خلصت ايه؟ الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه كنت بقول لك ايه؟ عوض تاني بس في الايكويشن الاولانيه. يبقى انا 3 خطوات يا مستر. اول حاجه اوقف الاكس لوحديها والواي لوحديها، واللي بيتنقل هو الحرف اللي جنبه حاجه او الحرف اللي جنبه نيجاتيف. تمام.
دي اول خطوه خلصناها، خلاص نخش على الخطوه الثانيه. انهي خطوه ثانيه يا مستر؟ بعوض في الايكويشن الثانيه. طيب خلصنا الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه بعمل ايه؟ برجع اعوض تاني في الايكويشن الاولانيه. برجع اعوض تاني فين؟ في الايكويشن الاولانيه. اقول لك على حاجه من الاخر، مش شرط تعوض في الايكويشن الاولانيه، بنعوض في الايكويشن المتبروزه. مين الايكويشن المتبروزه؟ اهي. اشيل الواي دي، احط مكانها كام؟ احط مكانها 1 عشان اجيب قيمه ايه؟ اجيب قيمه الاكس. ما انا بعمل سولف. هو عايز سوليوشن سيت. عارف يعني ايه عايز سوليوشن سيت؟ يعني عايز يعرف الاكس ايكوال كام والواي ايكوال كام. جبت قيمه الواي خلاص كده انا تمام. فاضل لي اجيب قيمه الاكس. اجيب قيمه الاكس ازاي؟ اهو هو بيقول لك الاكس ايكوال 4 ماينس 2 واي. اشيل الواي احط مكانها القيمه اللي انا جبتها اللي هي بكام؟ هي ب 1. اجيب قيمه الاكس. يلا نعوض. اكس ايكوال 4 ماينس 2، شيل الواي وافتح براكت. الواي بكام؟ الواي ب 1. يبقى x equal 4 minus 2 multiply 1 اللي هي ب 2. يبقى x equal 4 minus 2 2. كده انا جبت الاكس وجبت الواي. كده انا خلصت. لا لسه هكتب له solution set equal وافتح set كده نفس الطريقه اللي انا بعملها كده بالظبط. بفتح 2 براكت جوه الست. اللي قبل الكوما بيتكتب الاكس واللي بعد الكوما بيتكتب الواي. الاكس بكام؟ اوعى تعكسهم الله يبارك لك. الاكس ب 2. الواي بكام؟ الواي ب 1. كده انا خلصت. كده فول مارك. فول مارك. شكرا. دي طريقه ايه؟ طريقه السبستيتيوشن. الموضوع محتاج تدريب. وقف دلوقتي الفيديو وحل المساله دي تاني بايدك وشوف هتعطل فين وحلها تاني بعد ما تشوف انت عطلت فين. يعني انا دلوقتي يا مستر جبت الواي خلاص، عطلت مش عارف اعمل ايه. اتفرج عليا شوف انا عملت ايه بعد ما جبت الواي. توقف الفيديو بعد ما تشوفه خلاص عرفت. وقف الفيديو وحل المساله تاني بايدك. لازم تمشي ايدك. الموضوع عايز تدريب. عايز تدريب. خلصت حليت المساله الاولانيه، هحل مساله تانية واثنين وثلاثه لحد ما تهضم الفكره، عشان دي مهمه قوي هتكمل بيها بقيه اليونت. يلا بينا. يلا بينا خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اهو. الخطوه الاولى خلي الاكس لوحديها. انا كاتب لك نفس الكلام كده في الكتاب. خلي الاكس واقف لوحده في المعادله الاولى. يعني بص هعملها ازاي اهو. خليت الاكس واقفه لوحدها وديت دي الناحيه الثانيه اهو. الخطوه الثانيه هنعوض بالاكس في المعادله الثانيه. عوضت بالاكس في المعادله الثانيه. شلت الاكس دي حطيت مكانها 4 ماينس 2 واي اهي. شلت الاكس حطيت مكانها 3 اهي. 4 ماينس 2 واي ماينس واي نزلت زي ما هي ايكوال 5. جبت قيمه الواي بكام؟ ب 1. نفس الكلام ده مكتوب عندك في الكتاب. هنعوض بالواي في المعادله الاولى عادي جدا اهو. شلت الواي دي حطيت مكانها 1. المعادله اللي انا كنت مبروزها كده انتوا عارفين اللي هي دي. شلت الواي حطيت مكانها 1. يبقى اكس ايكوال 4 ماينس 2 1. يبقى اكس ايكوال 2. صعبه؟ لا سهله. خش على اللي بعده. يلا سؤال كمان. substituting method يا مستر. برضه substituting method اقولها مره اثنين وثلاثه لحد ما تهضمها. يلا بينا نبدا تاني. by using substituting method find the solution set. find the solution set يعني عايز يعرف الاكس بكام والواي بكام. صعبه؟ لا يا مستر سهله قوي. اول حاجه بعملها اخلي الاكس لوحديها والواي لوحديها. مين اللي بيتنقل؟ هو الحرف اللي جنبه رقم او الحرف النيجاتيف. هو الحرف ايه؟ خلي بالك احنا مش بننقل عشوائي. اوعى تنقل الرقم عشوائي كده. احنا بننقل الحرف اللي جنبه ايه؟ جنبه رقم او ايه؟ او حرف النيجاتيف. مين الحرف هنا اللي جنبه رقم او الحرف النيجاتيف؟ الاكس جنبها رقم، هي اللي تتنقل الناحيه الثانيه. لان اللي بيتنقل الناحيه الثانيه هو الحرف اللي جنبه رقم. الواي قاعد مكانه زي ما هي، 1 قاعده مكانها زي ما هي. مين راحت لل1؟ بوزيتيف 2 اكس هتروح الناحيه الثانيه نيجاتيف 2 اكس وابروزها. ابروزها. طيب الخطوه الثانيه بعوض في الايكويشن الثانيه. بعوض فين؟ في الايكويشن الثانيه. يعني من الاخر كده انا جبت الواي ايكوال الكلام ده. اشيل الواي في الايكويشن الثانيه واحط مكانها الكلام اللي انا جبته ده. اشيل الواي احط مكانها 1 ماينس 2 اكس. خطوات سهله بسيطه محفوظه بنمشي عليها واحده واحده. بس اوعى تتلخبط. لازم تتدرب مره واثنين وثلاثه وتمشي ايدك. يلا بينا. اكس هتنزل زي ما هي بلس 2 وافتح براكت. طالما بشيل حاجه بحط مكانها حاجه افتح براكت. دايما اتعود طالما بتعمل سبستيتيوتنج تشيل حاجه تحط مكانها حاجه ثانيه افتح براكت. اتفقنا؟
يلا بينا. اشيل الواي احط مكانها 1 ماينس 2 اكس، كل الكلام ده ايكوال 5. صعبه؟ لا يا مستر سهل. ال 2 دي هتتضرب في ال 1 بس؟ لا. هتتضرب في 2 اكس بس؟ لا. هتتوزع عليهم هما الاثنين، يبقى اكس تنزل زي ما هي بلس 2 ملتبلاي 1 ب 2، 2 ملتبلاي نيجاتيف 2 اكس نيجاتيف 4 اكس، لان 2 ملتبلاي 2 بكام؟ 4، ولزقت الاكس جنبهم ايكوال 5. اكس ماينس 4 يعني 1 ماينس 4 ايكوال كام؟ نيجاتيف 3 اكس. ضرب على الكالكوليتر 1 ماينس 4 بنيجاتيف 3 بلس 2 ايكوال ال 5. اودي دي الناحيه الثانيه اشارتها بوزيتيف، لما تعدي الايكوال تبقى نيجاتيف. ماينس 3 اكس تنزل زي ما هي ايكوال 5 ماينس 2، يبقى ماينس 3 اكس ايكوال 5 ماينس 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 3. ال 3 دي مضروبه في الاكس هتروح الناحيه الثانيه. اوعى حد يقول لي بالبوزيتيف والنبي، والنبي ابوس ايديكوا. ليه يا مستر؟ عشان خاطر هي مضروبه في الاكس، عايز اجيب قيمه الاكس، عايز اجيب قيمه الاكس. يبقى النيجاتيف 3 اللي لازقه فيها دي هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، هتبقى 3 اوفر نيجاتيف 3، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1. كده انا جبت قيمه الاكس. اكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. خلصنا الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه اعوض تاني في الايكويشن الاولانيه. يعني ايه يا مستر اعوض تاني؟ يعني ارجع كده اعوض تاني، اشيل الاكس دي احط مكانها كام؟ نيجاتيف 1. شيل الاكس احط مكانها القيمه بتاعتها اللي انا جبتها. يلا بينا. y ايكوال 1 ماينس 2، شيل الاكس حط مكانها ايه؟ وعودتك من شويه لما تشيل حاجه تحط مكانها حاجه افتح براكت. يبقى y ايكوال 1 ماينس 2 ملتبلاي 1 ب 2، يبقى y ايكوال نيجاتيف 1. صعبه؟ لا يا مستر سهله قوي 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 قوي. خلصت؟ لا لسه يا مستر ما خلصتش. السوليوشن سيت، وافتح السيت بتاعتي اللي بيتكتب قبل الكوما هو الاكس. طب انا الاكس عندي بكام؟ نيجاتيف 1، احط هنا نيجاتيف 1 قبل الكوما. طب الواي بكام؟ اللي بيتكتب بعد الكوما. الواي بكام؟ واي بنيجاتيف 1. صعبه. انا غلطت يا جماعه. ايوه صح انا غلطت والله. المفروض دي 1 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2، وفي نيجاتيف بره هتقلب بوزيتيف، يبقى الواي بكام؟ الواي ب 3. وانا مش هعيد المساله تاني اقسم بالله لو حصل ايه. فهشيل الواي احط مكانها نيجاتيف 3. كل اللي انا غلطت فيه الاشاره. شفت اشاره الماينس بتبوظ كل حاجه. ركز، الموضوع محتاج تدريب، انا اللي محتاج اتدرب. الموضوع محتاج تدريب، محتاج تحل المساله مره 2 3. يلا بينا نبدا نحل مساله تاني. وقبل ما ابدا احل مساله تاني هتوقف الفيديو وهتحل المساله دي تاني لوحدك وتشوف انت عطلت فين، وتشغل الفيديو وتحلها تاني لوحدك. لازم تجرب مره واثنين وثلاثه وتمشي ايدك في المساله. يلا بينا نخش نحل مساله كمان. مساله كمان اهو طلعت بنيجاتيف 1 وايه و3 زي ما عملناها بالظبط. طير بقى طير. خش على فكره كمان، مساله كمان. ايه ده؟ اهي. يلا اهو مساله تاني. مساله تاني، فكره جديده سهله قوي. ركز ركز عشان دي مختلفه عنهم تماما. ماشي، هخش على المساله الاولانيه. مستر انت قلت لي بنخلي الاكس لوحديها والواي لوحديها، صح؟ وبننقل الحرف اللي جنبه رقم، صح؟ يبقى خلاص انقل ال 2 اكس الناحيه الثانيه. غلط. ليه؟ لان انا لسه قايل لك من شويه بننقل الحرف اللي جنبه رقم وبننقل الحرف النيجاتيف. يا اما جنبه رقم يا اما ايه؟ يا اما نيجاتيف. صح صح صح. طب يا مستر يعني كده هنقل الاثنين؟ يعني انا كده هنقل الاثنين؟ طب يا عبيط لو نقلت الاثنين يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت ما عملتش اي حاجه. يبقى انت ما عملتش اي حاجه، مش هتعرف تعوض باي حاجه. يعني هنا يا مستر الواي جنبها نيجاتيف مش هعرف، وهنا جنبها رقم برضو لازم تتنقل، يعني الاثنين لازم يتنقلوا. يبقى انا مش هعرف اخلي حرف انترم الحرف الثاني. مش هعرف اخلي الواي لوحديها ولا اخلي الاكس لوحديها، انا لازم اخلي واحده منهم لوحديها. طب اعمل ايه يا مستر؟ خش على الايكويشن الثانيه. خش على الايكويشن الثانيه. يلا بينا. الايكويشن الاولانيه ما نفعتش، خش على الايكويشن الثانيه. مين الحرف هنا اللي واقف لوحده؟ لا هو نيجاتيف، ها ركز معايا، لا هو نيجاتيف ولا جنبه رقم. الاكس هنسيبه لوحده. مين الحرف اللي جنبه رقم؟ 3 واي اللي هو الواي، يتنقل الناحيه الثانيه، ودي كمان تتنقل الناحيه الثانيه. يلا بينا يا مستر يلا بينا.
3y هتروح الناحيه الثانيه بنيجاتيف 3y لان هي اشارتها كانت بوزيتيف لما عدت الايكوال بقت نيجاتيف. بوزيتيف 1 لما تروح الناحيه الثانيه هتبقى نيجاتيف 1. كده انا جبت قيمه الاكس ابروزها، ارجع اعوض في الايكويشن الثانيه. هتقول يا مستر لا دي الايكويشن الاولانيه. يا عم ماشي انا اسف، هشيل الاكس احط مكانها ايه؟ احط مكانها 3 نيجاتيف 3y ماينس 1. 2 تنزل زي ما هي، افتح براكت. وانا عودتك من شويه لما تشيل حاجه تحط مكانها حاجه افتح براكت. نيجاتيف 3y ماينس 1 ماينس الواي نزل زي ما هي اهي ايكوال 5. ايوه. طيب ال2 هتتضرب في نيجاتيف 3 بس؟ لا. هتتضرب في النيجاتيف 1 بس؟ لا. هتتضرب فيهم هما الاثنين. 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 نيجاتيف 6 واي. 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2 ماينس واي تنزل زي ما هي. كل الكلام ده ايكوال 5. نيجاتيف 6 واي ماينس واي طبعا دي 1 يبقى نيجاتيف 6 ماينس 1 نيجاتيف 7. بالكالكوليتر اوعى تشغل دماغك والنبي، والنبي اوعى تشغل دماغك، اوعى تشغل دماغك. ماينس 2 تنزل زي ما هي. كل الكلام ده ايكوال 5. طبعا في واي هنا. نيجاتيف 6 واي ماينس 1 واي نيجاتيف 7 واي. اتفقنا؟ يلا بينا اودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يبقى نيجاتيف 7 واي ايكوال 5. دي راحت الناحيه الثانيه، اشارتها كانت نيجاتيف راحت الناحيه الثانيه بوزيتيف بلس 2. يبقى نيجاتيف 7 واي ايكوال 5 بلس 2 اللي هي ب 7. نيجاتيف 7 هتنزل تحت بالديفايدد عشان لازقه في الواي يعني ملتبلاي. يبقى الواي ايكوال 7 ديفايدد نيجاتيف 7. يبقى الواي ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. احسبها بالكالكوليتر. جبت قيمه الواي. كده انا خلصت. لسه هعوض في الايكويشن المتبروزه عشان اجيب قيمه الاكس. ما هو بيقول لك فايند ذا سوليوشن سيت، يعني هو عايز الاكس وعايز ايه وعايز الواي، عايز يعرف دي بكام ودي بكام. ارجع اعوض هنا، اشيل الواي دي احط مكانها كام؟ نيجاتيف 1 عشان اجيب قيمه ايه؟ قيمه الاكس. يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 3. وانا عودتك لما بشيل حاجه احط مكانها حاجه افتح براكت. نيجاتيف 3 مضروبه في الواي، اشيل الواي احط مكانها ايه؟ نيجاتيف 1 ماينس 1. يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 3 ملتبلاي نيجاتيف 1 ب 3 ماينس 1. يبقى اكس ايكوال 2. كده انا جبت قيمه الاكس وجبت قيمه الواي. كده انا خلصت يا مستر، بس فاضل لي حاجه بسيطه قوي. سوليوشن سيت ايكوال، واعمل كده. اوعى تنسى دي يا رب، يا رب ما تنساها. اللي بيتحط في الاول الاكس اللي هو بكام؟ 2، واللي بيتحط في الثاني اللي هو واي اللي هو بكام؟ نيجاتيف 1. خلصنا الحمد لله. طريقه السبستيتيوشن اتفرمت يا ريس. نخش على اللي بعده. طلعت بكام؟ 2 نيجاتيف 1 زي ما طلعناها بالظبط. سؤال كمان. هو نفس السؤال بتاع التاني، مش عارف ليه بس ما علينا يعني. طلعت 2 نيجاتيف 1 زي التأكيد. طريقة الأوميتنج. شفت الثلاث مسائل بتوع السبستيتيوشن؟ لازم تكون بتحلهم تاني لوحدك بإيدك. اوعى تخش على طريقة الأوميتنج غير لما تتعود على السبستيتيوشن وتحلهم كذا مرة لوحدك. اتفقنا؟ هبدأ أخش دلوقتي في طريقة الأوميتنج. نقول بسم الله ونركز. قبل ما اخش في طريقه الاوميتنج اللي هي طريقه الحذف، عايز ابدا اتكلم معاك بس في بعض الحاجات. طريقه الاوميتنج ما اعرفش بتتكتب ازاي، ما علينا، انا مش في حصه انجلش. بص بقى، عندي تو ايكويشن. بص يا صديقي ركز معايا. اوميتنج يعني حذف، يعني لازم امسح رقم، مش رقم، امسح حرف مع حرف. يعني يا مستر يا اما اشيل الاكس مع الاكس، يا اما اشيل الواي مع الواي، يا اما اشيل ايه؟ اكس مع اكس او واي مع واي. تعال، يعني انا دلوقتي عندي كام ايكويشن؟ عندي تو ايكويشن. في الاوميتنج يا اما بتعمل التو ايكويشن بلس بعض، يا اما بتعملهم ماينس بعض ما لهمش حاجه تانية. يا اما بتعمل التو ايكويشن ايه؟ بلس بعض او ماينس بعض. طب هنا يا مستر انا عايز امسح حرف مع حرف، يا اما اشيل اكس مع اكس يا اما اشيل ايه؟ واي مع واي. عادي، شيل دي مع دي او دي مع دي، مش فارقه كتير. بس لازم يا اما اعمل لهم ادنج يا اما سبتراكت تو ايكويشن مع بعض.
يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ تعالى كده نجرب نعمل التو ايكويشن دول ادنج مع بعض. نعملهم ايه؟ ادنج مع بعض، نجمعهم. اكس بلس اكس، نعمل بلس اكس بلس اكس 2 اكس، واي بلس ماينس واي، طاروا مع بعض. ادي دول الحرفين اللي اتمسحوا مع بعض، اتفقنا؟ طارت مع بعض. ايكوال تنزل زي ما هي. 2 بلس 3 بلس 2 كام؟ 5. يبقى الاكس ايكوال كام؟ 5 اوفر 2. كده انا جبت قيمه الاكس، اجيب قيمه الواي ازاي؟ اعوض في اي واحده من الاثنين دول. اعوض فين؟ في اي واحده من التو ايكويشنز اللي عندك. تعوض في الاولانيه براحتك، تعوض في الثانيه براحتك، انت حر براحتك. يعني انا مثلا لو عوضت في اي واحده من دول الاجابه كده كده هتطلع صح، كده كده هتطلع صح، بس عوض صح. يعني اشيل الاكس احط مكانها 5 اوفر 2، اجيب قيمه الواي. اشيل الاكس تحت هنا احط مكانها، او اشيل الاكس اللي تحت احط مكانها 5 اوفر 2. اوعى تعمل الاثنين في الامتحان، ماشي؟ اعمل واحده منهم ما تضيعش وقت، اتفقنا؟ طيب مستر الموضوع بالسهوله دي؟ هو والله العظيم بالسهوله دي، بس في حاجات بتبقى رخمه، حاجات بتبقى انت مش فاهمها. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جاب لك في مره x بلس 2y ايكوال 3 و x ماينس y ايكوال 1 مثلا خليها ايكوال 2 يا عم ما تزعلش. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بص بقى، انا يا مستر لو عملت ادنج مفيش حاجه هتطير مع حاجه. احنا لازم نقلد. لازم ايه؟ لازم نقلد. يعني هنا 1، هنا 1 زيها بالظبط. هنا 2 لازم يبقى هنا جنبها 2. لازم يبقى جنبها ايه؟ 2. طب يا مستر احط 2 وابدا ايه يا ابن الهبل ده؟ ايه يا ابن الهبل ده؟ ما ينفعش. لازم تضرب الايكويشن كلها ملتبلاي 2 عشان يبقى في 2 جنب الواي زي اللي فوق. تاني نرجع كده. يعني يا مستر من الاخر انت عايز تفهمني ان انا هعمل الايكويشن اللي تحت دي كلها ملتبلاي 2؟ تعملها كلها ملتبلاي 2. يلا نعملها كلها ملتبلاي 2. اكس ملتبلاي 2 2x ماينس واي ملتبلاي 2 ماينس 2y ايكوال 2 ملتبلاي 2 4. وامسح الايكويشن اللي كانت عندي، خلاص عملتها ملتبلاي 2. شايف بقى التو ايكويشن دول؟ يلا نعملهم ادنج مع بعض. هحل عليهم مسائل كتير مش عايزك تتلخبط. اجمع 1x بلس 2x 3x 2x بلس ماينس 2 طارت مع بعض ايكوال 3 بلس 4 7. هو ده اللي انا عايز اوصل له. اطير حرف مع حرف، اودي 3 الناحيه الثانيه بالديفايد، كده جبت قيمه الاكس. اول لما اجيب قيمه الاكس ارجع اعوض في اي واحده من الاثنين دول. بمسح حرف مع حرف، بعد كده ارجع اعوض. صعبه؟ هو انا يا مستر دايما بعمل ادنج؟ لا مش دايما يا حبيب قلبي، ممكن تعمل ماينس. بص بقى، لو حاسس ان الطريقه دي ممكن تلخبطك حل دايما بالسبستيتيوشن. حل دايما بالايه؟ بالسبستيتيوشن. بس لو هو طلبها في الامتحان بطريقه الاوميتنج انا كده كده هحل عليها مساله واثنين وثلاثه، عشان خاطر حتى لو جابها ما يجيب يعمل اللي هو عايزه، يجيب يعمل اللي هو عايزه عادي. انا كده كده هحل، اتفقنا؟ يلا بينا نخش نبدا نحل دلوقتي 3 4 مسائل على الاوميتنج ونتدرب عليهم عشان نبقى جاهزين تحت اي وضع. يلا بينا يلا بينا. بص بقى، في مسائل الاوميتنج انا بحب احط التو ايكويشنز تحت بعض عشان اعرف بالنظر كده يبقوا من الاثنين قريبين من النظر عشان اعرف امسح مين مع مين، اتفقنا؟ يلا بينا. اخد الايكويشن دي احطها تحت دي اهي. ثري ايه بقى؟ خلاص بقى، اكس خدت دي تحت دي ماينس 2y ايكوال نيجاتيف 2. مستر انا لو عملت الاثنين ادنج مع بعض، دي 3x ودي x واحده، انا ممكن اعمل الايكويشن كلها ملتبلاي 3 واعمل سبتراكت امسح دي مع دي. عادي والله تنفع. وممكن اعمل الايكويشن كلها ملتبلاي 2 عشان خاطر دي 4y ودي 2y تبقى 4y زيها بعكس اشارات بعض واعمل ادنج. وخلي بالك عمليه الادنج بتبقى اسهل واريح والموضوع بيبقى نسبه الغلط فيها قليل. تعالى بقى ركز معايا، تعالى يلا نعمل الايكويشن كلها ملتبلاي 2. يلا نعمل الايكويشن كلها ملتبلاي 2. x ملتبلاي 2 2x نيجاتيف 2y ملتبلاي 2
بنيجاتيف 4y ايكوال نيجاتيف 2 ملتبلاي 2 بنيجاتيف 4. امسح الكويشن دي، مش عارف دي اتكتبت بالغلط. بص بقى كده بقى عندي 2 ايكويشن، الايكويشن دي والايكويشن دي، اعمل الاثنين ادنج مع بعض. اعمل الاثنين ايه؟ ادنج مع بعض. 3x بلس 2x الاجابه هتديني ايه؟ 5x. 4y بلس ماينس 4y طاروا مع بعض. 24 بلس ماينس يعني ماينس 24 ماينس 4 هتبقى ايه؟ 20. يبقى 5x equal 20. اودي ال 5 نزلها تحت بالديفايدد، يبقى الاكس ايكوال 20 اوفر 5 اللي هي بكام؟ 4. كده انا جبت قيمه الاكس. ارجع اعوض في اي ايكويشن تعجبك من الاثنين. ارجع اقعد فين؟ في اي ايكويشن تعجبك من الاثنين. يعني يا مستر لو شلت الاكس دي حطيت مكانها 4 واطلع قيمه الواي هتطلع نفس الاجابه لما اشيل الاكس دي واحط مكانها 4 تطلع الاثنين نفس الاجابه؟ يطلعوا نفس الاجابه بالظبط. تعال نجرب يعني، والله انا اعمل لك الاثنين دلوقتي واثبتهم لك. يلا بينا. شيل الاكس دي احط مكانها ايه؟ تعال نمسح بس. شيل الاكس دي احط مكانها ايه؟ حط مكانها 4. يلا بينا يلا بينا امسح بقى كل الهبل ده، خلاص مش عايز حاجه، انا جبت قيمه الاكس. يلا ايه 3 افتح براكت 4 بلس 4 واي ايكوال 24. طب ليه يا مستر انا عملت كده؟ عشان عايز اجيب قيمه الواي. ما انا كده كده في السوليوشن سيت عايز اجيب ايه؟ اكس وعايز اجيب واي. كل مره اكتبها عايز اجيب قيمه الاكس قيمه الواي. جبت الاكس ربنا فتحها عليا الحمد لله. ارجع اجيب قيمه الواي. اجيب قيمه الواي ازاي؟ اعوض في اي ايكويشن من الاثنين دول. يلا بينا نعوض. 3 ملتبلاي 4 12 بلس 4y ايكوال 24. اودي دي الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 4y ايكوال 24 ماينس 12. يبقى 4y ايكوال 24 ماينس 12 اللي هي بكام؟ 12. اعمل ديفايدد 4 اودي دي الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى y ايكوال 12 على الاربعه y ايكوال 3. كده انا جبت الاكس 4 والواي ايكوال 3. خلصت؟ لسه ما خلصتش. سوليوشن سيت اكس بكام؟ 4 واي بكام؟ 3. بس كده خلصت يا باشا الحكايه كلها. سهله قوي 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 قوي، سهله جدا 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 يا مستر، ما فيهاش اي حاجه. طب يا مستر انا عاجبني طريقه السبستيوشن او احسن. الطريقه الاولانيه اللي هي بتاعت السبستيوشن عجباني اكتر. خلي بالك طريقه السبستيوشن هي اللي بتستخدمها اكتر على بقيه الترم، فانت لازم تكون متعود عليه. اوعى تقول لي مثلا لا مش هحل بالسبستيوشن خلاص بقى مش مهم حل بالاوميتنج. لا يا باشا، ده تتحل بالسبستيوشن احسن من الاوميتنج، عشان السبستيوشن في بعض المسائل لازم تحل بالسبستيوتنج ميثود. صعبه؟ في مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده؟ ركز بقى معايا. نبدا مع بعض دلوقتي نخش نحل مساله كمان. خليك شيك ورتبهم تحت بعض. ماشي حاضر حاضر، انت جاي بعد ما الفرح ما خلص. يلا نحل مسألة تاني على طريقة الاوميتنج ميثود. حل مسألة تاني على طريقة الاوميتنج ميثود. حطها تحت بعض، دي تحت دي. بس خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، لازم ارتبهم نفس الترتيب. يعني الاكس مكتوبة في الاول، الواي مكتوبة في الاول في التاني، بعد كده في ايكوال، بعد الايكوال في رقم. هعمل نفس الكلام هنا، اكس واي ايكوال رقم. يعني ايه؟ اكس واي ايكوال رقم. يا مستر لو هما مش مترتبين هرتبهم نفس الترتيب. تعال نرتبهم سهله قوي. شايف دي؟ هحطها تحت دي. يلا بينا يلا نحطهم تحت بعض. يلا نحطهم تحت بعض. ادي اكس بلس 3 واي بلس 1 ايكوال 0. خلصت؟ لا ما خلصتش. اكس هنا اكس هنا صح، واي هنا واي هنا صح، ايكوال هنا لا مفيش ايكوال هنا يا باشا، مفيش ايكوال هنا. يبقى دي لازم تروح الناحيه الثانيه. يبقى دي لازم ايه؟ تروح الناحيه الثانيه. يبقى اكس بلس 3 واي ايكوال دي هتروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره نيجاتيف 1. وامسح الكلام ده كله، وامسح الكلام ده كله. اكس قدام اكس، واي قدام واي، ايكوال قدام ايكوال، رقم قدام رقم. لازم ترتب نفس الترتيب. لازم ترتب ايه؟ نفس الترتيب. ماشي؟ يلا بينا نبدا كده مع بعض. مستر ثواني يا مستر بقى كده. انا دلوقتي يا مستر عندي هنا اكس وهنا اكس، عايز امسح حاجه مع حاجه. لو عملت ادنج مفيش حاجه تتمسح. هو فعلا مفيش حاجه تتمسح، لان مفيش حاجتين زي بعض بالظبط.
يعني مفيش واي زي واي والرقم اللي جنب الواي هنا نفس الرقم اللي جنب الواي هنا ودي اشارتها بلس ودي اشارتها ماينس اعمل ادنج يتمسحوا مع بعض مفيش. ولا في برضه يا مستر واي هنا وواي هنا ورقم هنا نفس الرقم هنا والاشاره دي نفس الاشاره دي عشان اعمل ماينس يتشالوا مع بعض برضه مفيش الكلام ده. يبقى انا لازم اقلد في 2 اكس هنا اخلي دي جنبها 2 زيها عشان اعمل ماينس. طب في هنا 1 وفي هنا 3 لازم اخلي دي 3 زي اللي تحت عشان اعمل ادنج وانا بفضل طريقه الادنج الصراحه. فهعمل ايه؟ لازم اخلي في 3 هنا. اخليها ازاي؟ اعمل الايكويشن كلها ملتبلاي 3. اعمل الايكويشن كلها ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 3. يلا نعمل الايكويشن كلها ملتبلاي 3. يلا بينا. 2 ملتبلاي 3 6x minus y ملتبلاي 3 3y equal 5 ملتبلاي 3 15. خلصت؟ خلصت. اشطب على الاولانيه ولا كاني شايفها. دول التو ايكويشن اللي هعملهم ادنج مع بعض. اعملهم ايه؟ ادنج مع بعض هجمعهم. يلا نجمع 6x plus x 7x نيجاتيف 3y بلس 3y. حاجتين زي بعض بالظبط عكس اشارات بعض لما اجي اجمعهم بيطيروا مع بعض. 15 بلس نيجاتيف 1 يعني 15 ماينس 1 ايكوال 14. طيب ال 7 هتروح الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى x ايكوال 14 اوفر 7 يبقى x ايكوال كام؟ x ايكوال 2. جبت قيمه الاكس لسه فاضل لي اجيب قيمه الواي. ارجع اعوض في اي واحده من الاثنين دول او من الاساسيه دي عادي براحتك. يلا نعوض. يلا نعوض. امسح دي اشيل الاكس دي احط مكانها 2. 2 ملتبلاي 2 ب 4 اكتبها فوق اهي ماينس واي ايكوال 5. دي هتروح الناحيه الثانيه يبقى ماينس واي ايكوال 5 ماينس 4 يبقى نيجاتيف واي ايكوال 5 ماينس 4 اللي هي ب 1 يبقى الواي لوحديها النيجاتيف هتروح الناحيه الثانيه نيجاتيف 1. يبقى انا جبت قيمه الاكس بكام؟ ب 2 وجبت قيمه الواي بكام؟ نيجاتيف 1. كده انا جبت السوليوشن سيت اللي هو عايزه. مش هو بيقول لك ذا سوليوشن سيت يعني عايز الاكس تعبت والله وعايز الواي. يلا بينا. يبقى سوليوشن سيت ايكوال اللي بيتحط الاول اللي هو الاكس بكام؟ ب 2. اللي بيتحط في الثاني اللي هو الواي بكام؟ نيجاتيف 1. كده انا خلصت وخدت فول مارك كمان. خش على اللي بعده. لازم نرتبه بنفس الترتيب اهي ماشي رتبت. بعد كده عملت ملتبلاي 3 بقت 6 2 نيجاتيف 1 زي ما حليناها بالظبط. احنا جامدين قوي 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 يا كابتن جامدين قوي. حل مساله كمان. ليتس تراي. انت اللي هتحل يا كابتن انا مش هحل انت حل. يلا وقف الفيديو دلوقتي وابدا حل عشان ابدا احل معاك عشان تصحح شوف حلك صح ولا غلط. اول حاجه بيقول لك باي سبستيتيوتنج ميثود. هو اللي قايل لك هو اللي جبرك على طريقه معينه لازم تمشي عليها ما تبقاش مش بمزاجك. موضوع هنا السؤال ده مش بمزاجك. لو هو ما حددش قال لك لا تحل بدي ولا بدي حل بالطريقه اللي تعجبك. لو هو حدد لك قال لك سبستيتيوتنج ميثود يبقى لازم احل بالسبستيتيوتنج ميثود. لو قال لك حل بالاوميتنج ميثود يبقى لازم احل بالاوميتنج ميثود. صعبه؟ سهله قوي. يلا بينا يا مستر. سبستيتيوتنج ميثود. طريقه السبستيوشن يا مستر بخلي اكس لوحديها وواي لوحديها اللي بيتنقل الحرف اللي جنبه رقم او الحرف النيجاتيف. الحرف اللي جنبه رقم او الحرف الايه؟ النيجاتيف. والحرف اللي مش جنبه اي حاجه خالص ولا جنبه نيجاتيف بيفضل ثابت زي ما هو. تعال نخش على الايكويشن الاولانيه. مين اللي هيتنقل الناحيه الثانيه؟ اللي جنبه رقم او نيجاتيف. طب الاكس مش جنبها حاجه تنزل زي ما هي. طب الواي جنبها نيجاتيف تروح الناحيه الثانيه يبقى اكس ايكوال 4 بلس واي. كده خلصت اول واحده. ارجع اعوض هنا. ثانيه واحده انا رحت السهم بالغلط. ارجع اعوض اشيل الاكس احط مكانها كام؟ 4 بلس واي. بس دي خلاص تتبروز اهي. صلى على النبي. الخطوه الاولانيه عملناها. الخطوه الثانيه بعوض في الايكويشن الثانيه. يلا نعوض في الايكويشن الثانيه. يلا بينا. 2 اهي وافتح براكت. مين اللي اتحط مكان الاكس؟ 4 بلس واي. بلس واي تنزل زي ما هي ايكوال 11. 2 هتتضرب في ال4 هتتوزع عليهم هما الاثنين. 2 ملتبلاي 4 8 بلس 2 ملتبلاي واي ب 2 واي بلس واي ايكوال 11.
8 زي ما هي بلس 2y بلس y 2y زودت عليهم y الثانيه بقت ايه 3y ايكوال 11. دي هتروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. ليه يا مستر بقى؟ اشمعنى بقى يا مستر وديتها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره؟ ليه ما وديتهاش بالديفايدد؟ عشان في بلس هنا، رقم بلس حاجه مش مالتبلاي حاجه مش لازق جنبها. خلي بالك انا لسه هودي 3 بالديفايدد، بس ال 8 هتروح بالماينس بعكس اشارتها. يبقى 3y ايكوال 11 ماينس كام؟ ماينس 8. يبقى 3y ايكوال كام؟ 3. يبقى الواي ايكوال كام؟ مش لازقين في بعض دول؟ دي هتنزل بالديفايد 3 اوفر 3. يبقى الواي ايكوال 1. جبت قيمه الواي، فاضل لي اجيب قيمه الاكس عشان هو عايز سوليوشن ست، يعني عايز اكس وعايز واي. عايز اكس وعايز ايه؟ واي. طيب اجيب قيمه الاكس ازاي؟ اعوض تاني. مش انا قلت لك بنجيب الاكس لوحديها والواي لوحديها، بعد كده بعوض، بعد كده بعوض تاني، اعوض في الايكويشن الاولانيه اللي انا بروزتها. يلا ابدا اشيل الواي احط مكانها 1. يبقى اكس ايكوال 4 بلس 1 يبقى اكس ايكوال 5. كده انا جبت الاكس وجبت ايه؟ جبت الواي. الموضوع يا جماعه سهل قوي 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 قوي، بس عايز تدريب، عايز حل كتير. يلا بينا. جبت الاكس بكام؟ 5 وجبت الواي ب 1. يبقى السوليوشن سيت ايكوال، افتح سيت اكس ب 5 واي ب 1. خش على اللي بعده. نفس الكلام بيقول لك find by using ايه بقى؟ omitting method. هو اللي محدد لي، هو اللي جابرني احل بطريقه معينه. طيب في الاوميتنج انا بحب احط التو ايكويشن دول تحت بعض. يعني دي هتبقى 2x minus 3y equal 1. مستر لو عملت ادنج في حاجه هتطير مع حاجه؟ مفيش حاجه هتطير مع حاجه. ليه يا مستر؟ ما دي x دي 2x، لو عملت ادنج هتبقى 3x، مش هيطيروا مع بعض. طب لو عملت ماينس برضه مش هيطيروا مع بعض. طب يا مستر دي y باشاره بوزيتيف ودي 3y باشاره نيجاتيف، يبقى لازم اخلي الواي دي جنبها ايه؟ جنبها 3. هتخلي الواي بس اللي جنبها 3، يعني هتعمل الايكويشن كلها ملتبلاي 3. ما ينفعش الواي بس، لازم تخلي الايكويشن كلها. ما انت اي حاجه تعملها في الماس لازم تدفع عليها ضريبه، لازم تضرب الايكويشن كلها ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 3. يلا نضرب الايكويشن كلها ملتبلاي 3. يلا بينا اهو. اكس ملتبلاي 3 3x اهي، بلس 3 ملتبلاي واي 3y ايكوال 3 ملتبلاي 3 9. ودي هشطب عليها. هشطب ايه؟ هشطب عليها. بقى عندي 2 ايكويشن. يلا نعمل ادنج، يلا نعمل ادنج. 3x بلس 2x بكام؟ اكتبها هنا 5x. 3y بلس ماينس طاروا لان بوزيتيف مع نيجاتيف تقلب نيجاتيف، فهتبقى 3x ماينس 3y قصدي ماينس 3y هيطيروا مع بعض. اتفقنا؟ 9 بلس 1 10. يبقى x ايكوال كام؟ 5. هتنزل تحت بالديفايدد. يبقى بالتالي انا عندي 5 10 ديفايدد 5 بكام؟ اللي هي ب 2. جبت قيمه الاكس اسكت؟ لا، ارجع اعوض في اي ايكويشن من دول، يا اما دي يا اما دي. اشيل الاكس احط مكانها ايه؟ احط مكانها 2. واشيل الاكس من دي مره احط مكانها ايه؟ احط مكانها 2. يلا نشيل الاكس احط مكانها 2. يلا بينا اعملها فوق هنا. ماشي. 2 بلس شلت الاكس حطيت مكانها 2 بلس واي ايكوال 3. اودي دي الناحيه الثانيه يبقى y ايكوال 3. دي هتروح لها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره تبقى 3 ماينس 2. يبقى y ايكوال 1. كده انا جبت قيمه الواي. او ممكن يا ريس اشيل دي واحط مكانها في الايكويشن الثانيه، احط مكانها ايه؟ 2. تعالى اعملها لك برضه، اعملها لك هنا 2 زي ما هي. افتح براكت، شيل الاكس دي احط مكانها. لا اله الا الله، مش قادر ولا حصل اي حاجه. يلا بينا. شيل الاكس دي احط مكانها ايه؟ 2 minus 3y equal 1. 2 multiply to 4 minus 3y equal 1. اودي دي الناحيه الثانيه يبقى نيجاتيف 3y equal 1 minus 4. يبقى نيجاتيف 3y 1 minus 4 اللي هي بنيجاتيف 3. دي هتنزل الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى y equal نيجاتيف 3 اوفر نيجاتيف 3. يبقى الواي ايكوال 1. كده انا جبت قيمه الواي برضو بكام؟ ب 1. يعني طلعت هنا ب 1 وطلعت هنا ب 1. ما انا قلت لك يا ابني يا حبيبي عوض في اي واحده من الاثنين اللي شايفها اسهل بالنسبه لك عوض فيها. انا بالنسبه لي كانت الاولانيه اسهل عشان ما فيش جنب الحروف في اي ارقام واعمل لها ملتبلاي وبعد كده ديفايدد بعد كده اودي. خلاص هي طلعت بسرعه خلاص طلعت بسرعه.
خلصت؟ لا لسه. سوليوشن سيت ايكوال، هفتح سيت وافتح براكت اللي بيتحط في الاول الاكس. مين الاكس؟ اهي 2. حط هنا 2. بعد كده الواي ب1. كده انا خلصت الحمد لله. خلصت طريقه الاوميتنج. نخش على اللي بعده. باي يوزنج كالكليتور. لما تيجي في الامتحان تحل الجبريكلي، ممكن تعمل تشيك بالكالكوليتر بالاله الحاسبه بتاعتك. استخدمها ازاي؟ تعالى انا هحل مساله دلوقتي بالكالكوليتر اهي. يوزنج كالكوليتر. تعالى افتح الكالكوليتر كده قدامك. احل المساله دي بالكالكوليتر واحل المساله اللي فاتت بالكالكوليتر عشان ايه؟ تعرف بتعمل تشيك ازاي. اتفقنا؟ تعالى موف اهي. الكويشن قدامي اهو ماشي. نفتح الكالكوليتر. الحمد لله انا مش مغطي عليها. بص بقى، هدوس على زرار المود، بعد كده 5 equation، بعد كده 1. هيجيب لي A و B و C. يعني من الاخر كده شايف ده اهو A و B و C، وعامل لي 4 مربعات. 4 مربعات قصدي 6 مربعات. 4 ايه؟ اتفقنا؟ يعني عارف ان هم مش باينين بس ما علينا، حاول تركز. بص بقى، الايكويشن الاولانيه هتتحط هنا والايكويشن الثانيه هتتحط هنا. ايه يا مستر اللي هيتحط؟ الايه، الرقم ده هو الرقم اللي جنب الاكس هيتحط الاول، وهنا الرقم اللي جنب الواي اللي هو ايه؟ 1. ما تقولش 1، نيجاتيف 1. خد الرقم بالاشاره بتاعته. بعد كده ايكوال حرف ايه؟ قصدي رقم 5. يبقى 2 الرقم اللي جنب الاكس، الايه الرقم اللي جنب الاكس، بي الرقم اللي جنب الواي، سي هو الرقم اللي مش جنبه لا اكس ولا اي حاجه. اتفقنا؟ اللي بعده هنا 1، هنا 2، هنا بوزيتيف 1. خلي بالك بقى عشان الحته دي بتلخبط. بص بقى، لازم يبقى الترتيب ده نفس الترتيب ده. نفس ايه؟ نفس الترتيب. اكس الاول، بعد كده واي، بعد كده ايكوال، بعد كده رقم تاني اكس الاول، بعد كده واي، بعد كده ايكوال، بعد كده رقم. يعني من الاخر دي 2x minus y ايكوال رقم. خلي دي برضو زيها بالظبط. x plus 2y بعد كده ايكوال. بس خلي بالك يا مستر ده في بلس 1 انت نسيته. لا يا حبيبي انا هوديه الناحيه الثانيه بعكس اشارته نيجاتيف 1. يلا ندخلها على الكالكليتر. هندخلها كده. الرقم اللي جنب الاكس اللي هو 1، والرقم اللي جنب الواي اللي هو 2، بعد كده نيجاتيف 1. صعبه؟ سهله قوي 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 يا مستر، سهله قوي. تعالى نعملها، يلا بينا. اهو جبت عملت مود، بعد كده 5، بعد كده ايه؟ 1. مود 5 1. الرقم اللي جنب الاكس اللي هو ايه؟ 2، وادوس ايكوال، بعد كده نيجاتيف 1 وادوس ايكوال، بعد كده 5 وادوس ايكوال. خلصنا الايكويشن الاولانيه. هخش على الايكويشن الثانيه. الرقم اللي جنب الاكس 1، بعد كده الرقم اللي جنب الواي 2. اللي هيدوس 1 على طول غبي، لان انا لسه من شويه وديت دي الناحيه الثانيه، لان انا قلت لك الاكس لوحديها، بعد كده الواي، بعد كده ايكوال، بعد كده رقم. فبالتالي لازم اخلي دي زي دي بالظبط. دي اكس الاول، بعد كده واي، بعد كده ايكوال. هنا اكس الاول، بعد كده واي، بعد كده مفيش ايكوال. لا اخلي في ايكوال واودي دي الناحيه الثانيه. اوديها الناحيه الثانيه بعد الايكوال بعكس الاشاره. بعد ما وديتها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره بقت نيجاتيف 1. خلينا نيجاتيف 1 وادوس ايكوال. طلع لي السوليوشن ست الاكس بتاعتي بكام؟ 9 اوفر 5، والناحيه الثانيه نيجاتيف 7 اوفر 5. تعال نشوف هل الحل اللي احنا طلعناه ده حل صحيح ولا حل خطأ في الايكويشن اللي ورا. بص تعالى، هنا السوليوشن ست بكام؟ 2 ونيجاتيف 1. هنا اكس، هنا واي، هنا ايكوال رقم. صح ولا غلط؟ صح جدا جدا جدا. طيب نفس الكلام هعمل نفس الكلام، اكس وواي وبعد كده رقم، هودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. تعال نشوف هتطلع معايا في الاخر السوليوشن سيت بعد ما تستخدم الكالكوليتر هتطلع معايا ب 2 نيجاتيف 1 ولا لا. تعالى يلا بينا. افتح الكالكوليتر. اهي يلا بينا. مود 5 1. يلا ندخل الارقام. الرقم اللي جنب الاكس اللي هو كام؟ 2. هكتب 2، بعد كده ايكوال. اللي جنب الواي نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 وادوس ايكوال. بعد كده اللي بعد الايكوال 5 وادوس ايكوال. يبقى انا خليت اكس، بعد كده واي، بعد كده ايكوال، بعد كده رقم.
نفس الكلام هنا عامل اكس بعد كده واي بعد كده ايكوال بعد كده رقم، يعني دي لازم تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره عشان يبقى ايكوال ايه؟ نيجاتيف 1. افتح الكالكوليتور تاني اهي. اكس الرقم اللي جنب الاكس اللي هو كام؟ 1. الرقم اللي جنب الواي اللي هو كام؟ 3. والرقم اللي بعد الايكوال اللي هو كام؟ هو كان 1 بس كان قبل الايكوال، وديته الناحيه الثانيه بعد الايكوال بقى ايه؟ نيجاتيف 1. دوس ايكوال، السوشيال سيت بتاعتي هتطلع الاكس بكام؟ الاكس ب 2 والواي بنيجاتيف 1. الاكس ب 2 اهي، اكس ايكوال 2 اللي هو اللي قبل الكوم، والواي دوس ايكوال نيجاتيف 1 اهي. يبقى انا كده حليت صح. يبقى الكالكوليتور بتعمل ايه؟ بتعمل تشيك. خلي بالك عايزك تبقى فاهم الطريقه بتاعتها عشان خاطر السنه الجايه هتعمل بالكالكوليتور كتير، يعني مش هتقعد تضيع وقت وتعمل اوميتنج وسبستيوتنج الكلام ده. عندي 2 ايكويشن with 2 unknown with the first degree. ابدا افتح الكالكوليتور ونشوف السوليوشن سيت. معلش قبل ما اشوف السوليوشن سيت، هو فين الحل؟ مفيش حل. ثواني نجيب واحده فيها حل اهي. دي الحل بتاعها ايه؟ 2 ونيجاتيف 1. خلاص دي حليناها تقريبا. تعالى نجيب واحده تانية اهي، هي نفس الطريقه حاجه اهي. تعالى نحل دي، شوف السوليوشن سيت هيطلع كده ولا لا. تعالى نجرب. انا بجرب معاك، معلش بقعد اجرب معاك وبقعد اعيد وازيد عشان خاطر تبقى انت ايه عارف الطريقه. هدوس على مود 5 1. مود 5 1. الرقم طبعا اكس الاول بعد كده واي بعد كده ايكوال بعد كده رقم. الاكس الرقم اللي جنبه ايه؟ 2. الرقم اللي جنب الواي 1. الرقم اللي بعد الايكوال 1. هنا الاكس جنبها 1 والواي جنبها 2. الرقم اللي بعد الايكوال 5 وادوس ايكوال. سوليوشن سيت اكس ايكوال نيجاتيف 1. اكس ايكوال نيجاتيف 1 يبقى انا ايه؟ انا ماشي صح. والواي هتطلع بكام؟ واي هتطلع ب 3. ادوس ايكوال. واي بكام؟ ب 3. اسطوره. يبقى انت كده حليت صح. يبقى بعد ما تحل solving two equation of the first degree with two unknown، لما تيجي تدخلها على الكالكوليتور و قصدي تحلها الاول بطريقه السبستيتيوتنج او طريقه الاوميتنج وتطلع سوليوشن سيت بين قوسين، حط رقم الاكس ورقم الواي، اعمل تشيك بالكالكوليتور بتاعتك. مود 5، وخلي بالك مش كل الالات فيها 5، ممكن تبقى مود 3 على حسب الاله الحاسبه بتاعتك. المهم مود بعد كده كلمه ايكويشن. مود كلمه ايكويشن انا عندي هنا رقم 5 دوست عليها. ممكن في بعض الالات فيها مود 3، كلمه ايكويشن موجوده على زر رقم 3. اتفقنا؟ بعد كده ادوس على اول واحده. طب عايز ارجع الكالكوليتور تاني يا مستر، دوس على مود 1 بس كده. شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام. فاضل لي جزء اخير جدا 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 في الحصه، اخر جزء معانا، وهو هتفرج هنوصل اهي. الجزء الاخير اللي هو الجزء ده. بص بقى يا صديقي، لما يجي يطلب مني نمبر اوف سوليوشن، نمبر اوف ايه؟ اوف سوليوشن. تعالى افتح الوايت بورد بس الاول عشان خاطر ايه؟ ركز بقى معايا. جاب لي ايكويشن عاديه، ايكويشن رقم 1 مثلا اهي. بيقول لي عندك اكس بلس واي ايكوال اي رقم. وعندي ايكويشن تانية اكس بلس واي ايكوال رقم، اي رقم. هسمي الرقم اللي جنب الاكس هنا L1، واسمي الرقم اللي جنب الواي هنا M1. بس عايز امسح البلس دي ارحلها شويه، هنا اكس وهنا واي واسميها M1، واسمي الرقم اللي لوحده ده N، هسميه N1. نفس الكلام هعمل هنا L1 وهنا M2، بس بلاش 1 بقى، خليها 2. هنا 1 هنا تبقى 2 وهنا N2. عندي 2 ايكويشن. الرقم اللي جنب الاكس سميته L في الايكويشن الاولانيه، سميته L1 في الايكويشن الثانيه سميته L2. في الايكويشن عندي الرقم اللي جنب الواي سميته M في الايكويشن الاولانيه M1، الايكويشن الثانيه M2. الرقم اللي مش جنبه اكسات ولا وايات، الرقم اللي هو فري لوحده لا جنبه اكس ولا جنبه واي، سميته N. في الايكويشن الاولانيه سميته N1، في الايكويشن الثانيه سميته N2. لما يجي يقول لك في الامتحان وبيطلبها find the number of solution، وبالذات لما بيجيبها تشوز. طيب نمبر اوف سوليوشن، انا عندي 3 رسومات
لما two straight line intersect بوينت واحده يبقى ده one solution. لما يكونوا parallel there is no solution. لما يكون الاثنين coincident على بعض infinite number of solution. هو انا يا مستر لما يجيبها لي تشوز هقعد ارسم؟ لا، اوعى تعمل كده، اوعى ترسم وتشوف هما انترسكت ولا لا، هتضيع وقت كتير قوي. لا يا باشا، انت في طريقه سحريه حلوه جميله. اعمل ايه؟ اخد اللي جنب الاكس هنا اوفر اللي جنب الاكس هنا، يبقى في الايكويشن الاولانيه اللي جنب الاكس اللي هو L1 اوفر L2، وبعد كده اللي جنب الواي هنا اوفر اللي جنب الواي هنا M1 اوفر M2، بعد كده الرقم اللي لوحده هنا اوفر الرقم اللي لوحده هنا N1 على N2. لو طلعوا التلاتة دول قد بعض، خدت الرقم اللي جنب الاكس اوفر الرقم اللي جنب الاكس، والرقم اللي جنب الواي اوفر الرقم اللي جنب الواي، والرقم اللي لوحده على الرقم اللي لوحده، لو طلعوا التلاتة دول قد بعض يبقى انا number of solution infinite number of solution. كام؟ infinite number of solution. يعني ايه يا مستر infinite number of solution؟ يعني ايه يا مستر infinite number of solution؟ يعني two straight line coincident على بعض، هما الاتنين زي بعض في كل حاجه، يبقى ايه؟ infinite number of solution. طيب لو عملت يا مستر نفس الكلام بس طلع لي L1 على L2 equal M1 على M2 not equal N1 على N2، يعني اول اتنين طلعوا ايكوال بعض بس التالتة طلعتش قدهم. ايه بقى يا مستر؟ ايه بقى؟ اعمل ايه؟ طب اول واحدة يا مستر انا جبتها ماشي يا مستر طلعت انا معاك يا مستر. تاني واحدة برضو انا جبتها طلعت الاولى، يعني خدت الرقم اللي جنب الاكس اوفر الرقم اللي جنب الاكس طلع قد الرقم اللي جنب الواي اوفر قد الرقم اللي جنب الواي، بس الاتنين دول ما طلعوش قد الرقم اللي لوحده اوفر الرقم اللي لوحده. ساعتها بقى يا مستر وضعي يبقى ايه؟ ساعتها يبقى يا باشا وضعك ايه هنا بقى؟ زيرو سوليوشن، ما عندكش حلول اصلا. زيرو سوليوشن، مفيش حل. السوليوشن سيت بتاعتك فاي، مفيش. يبقى تو ستريت لاين ار ايه؟ باراليل على بعض. ار ايه؟ ار باراليل. طب يا مستر لو من اولها كده من قصرها خدت L1 على L2 طلعت نوت ايكوال M1 على M2 من اولها كده بدايه القصيده كفر، يبقى على طول على طول على طول على طول one solution. one ايه solution ستريت لاين كده عمل انترسكت مع ستريت لاين تاني. يبقى تاني كده، تعالى انا عملتها لك في البرزنتيشن اهي، فهمتها لك اكتر. L1 على L2 equal M1 على M2 equal N1 على N2 infinite number of solution. ودي انهي حاله؟ الحاله الكوانسيدنت في تو ستريت لاين موجودين على بعض. طيب لو عملت L1 على L2 طلعت M1 على M2، اول اتنين طلعوا قد بعض، الرقم اللي جنب الاكس على الرقم اللي جنب الاكس ايكوال الرقم اللي جنب الواي على الرقم اللي جنب الواي، بس مش ايكوال الرقم اللي بعد الايكوال على الرقم اللي بعد الايكوال. لو ساعتها التالتة طلعتش قدهم، ارجع تاني طلعتش قدهم، ساعتها هيبقى زيرو سوليوشن. يبقى ايه؟ زيرو سوليوشن. طب لو من اولها كده يا مستر طلعوا الاثنين مش قد بعض، يعني الرقم اللي جنب الاكس على الرقم اللي جنب الاكس نوت ايكوال الرقم اللي جنب الواي على الرقم اللي جنب الواي، يبقى من الاخر ايه؟ وان سوليوشن. وان سوليوشن دي انهي حاله؟ دي حاله الانترسكت. صعبه طبعا. زيرو سوليوشن دي حالات البارل. يلا نحل سؤال على الكلام ده. بيقول لك find the number of solution. find the ايه؟ number of solution. يلا بينا. الرقم اللي جنب الاكس هنا 1 والرقم اللي جنب الاكس هنا 2، هاخد الرقم اللي جنب الاكس على الرقم اللي جنب الاكس 1 اوفر 2، بعد كده الرقم اللي جنب الواي هنا والرقم اللي جنب الواي هنا 2 اوفر 3. الله، هما الاثنين طلعوا نوت ايكوال بعض من اولها يا مستر. 1 سوليوشن. 1 ايه؟ 1 سوليوشن. خش على اللي بعده اهو 1 سوليوشن. اللي بعده هاخد الرقم اللي جنب الاكس هنا على الرقم اللي جنب الاكس 7 اوفر 5، والرقم اللي جنب الواي على الرقم اللي جنب الواي من اولها كده يا مستر طلعوا نوت ايكوال بعض، يبقى 1 سوليوشن. طب لو طلعوا الثلاثه ايكوال بعض لو طلعوا الثلاثه ايكوال بعض انفينيت نمبر اوف سوليوشن. طب لو طلعوا اول اتنين ايكوال بعض بس مش قد الثالثه، يبقى ايه؟
زيرو سوليوشن، ما فيش سوليوشن اصلا. تعالى بقى نشوفها في التشوز بتيجي ازاي اهي. مساله تشوز بيقول لك ذا نمبر اوف سوليوشن، هو مديك تشوز عادي جدا اهو. بيقول لك نمبر اوف سوليوشنز اوف ذا ايكويشن دي 1 دي 2، هاخد اللي جنب الاكس على اللي جنب الاكس 1 اوفر 2، بعد كده اللي جنب الواي على اللي جنب الواي، وباخد الرقم بالاشاره بتاعته هاف نيجاتيف هاف اوفر نيجاتيف 1، نيجاتيف هاف اوفر ايه؟ نيجاتيف 1. دي هتطير مع دي، طبعا نيجاتيف هتطير مع نيجاتيف 1، هيبقى في الاخر ايه؟ هاف. بعد كده 4 اوفر 2. مستر اكس على اكس طلعت بهاف، واي على واي طلعت بهاف برضو، بس رقم مش جنبه حاجه على رقم مش جنبه حاجه طلعت بكام؟ طلعت ب2. يبقى اول اتنين ايكوال بعض بس التالتة مش قدهم. التالتة ايه؟ مش قدهم. يبقى من الاخر كده لو اول اتنين طلعوا ايكوال بعض بس التالتة مش قدهم، زيرو سوليوشن. زيرو سوليوشن. طب لو طلعوا التلاتة قد بعض يبقى انفينيت نمبر اوف سوليوشن. لو طلعوا قد بعض، عارف لو كان عاكسها لك حاطط لك التو هنا والفور هنا، كان كلهم هيطلعوا قد بعض، كلهم هيبقوا هاف 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 هاف، كلهم قد بعض. الرقم اللي جنب الاكس على الرقم اللي جنب الاكس ايكوال الرقم اللي جنب الواي على الرقم اللي جنب الواي ايكوال الرقم الواحد على الرقم اللي لوحده. بالتالي الثلاثه طلعوا قد بعض، يبقى بالتالي ايه؟ ثلاثه انفينيت نمبر اوف سوليوشن. بس هم ما طلعوش الثلاثه قد بعض، اول اتنين طلعوا قد بعض يا مستر بس الثالثه ما طلعتش قدهم، يبقى بالتالي زيرو سوليوشن. الموضوع عايز تدريب، عايز حل كتير، عايزك تتمرن عليه واحده واحده، مش عايز حد يتضايق ولا يتوتر ولا يتضايق من اي حاجه. زيرو سوليوشن زي ما قلنا. وشكرا ليكم يا تالتة اعدادي. اول حصه اهو، اول حصه ترم. ايه ده؟ امسح تاني. ترم اول ترم تاني. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم قوي اقسم بالله، اخواتي الصغيرين احلى قلب. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا جمعتوا حاجات كتيره. اول حصه، انا عارف ان انت لسه راجع من الاجازه ما كنتش طايق تسمع اي حاجه، وانا والله العظيم لسه راجع من الاجازه مش طايق اشرح اي حاجه، بس معلش. يا رب تكون استفدت من الحصه وتكون خفيفه عليك. اشوفكم على خير في حصص كتيره جايه وفيديوهات هوم ورك جايه. سلام.